السلام عليكم ورحمه الله. انا يوسف، كنت سوفت وير اند اي اي انجينير. اشتغلت على اكتر من 30 بروجكت، كل المسيره ديت كلها من سوفت ويرز، اي اي امبلمنتيشن، اي اي اوتوميشن وحاجات تانية كتير يعني. والنهارده انا جاي اعلمك ازاي تبدا اي اي اوتوميشن، عشان الاي اي اوتوميشن كان ترند الفتره ديت. وفعلا الاي اي اوتوميشن من اقوى المجالات اللي ممكن تدخلها دلوقتي حالا، لانها من السكيلز النادره جدا الفتره ديت. وانا وعدك انت مش محتاج غير الفيديو دوت بس عشان تعرف تبدا تماما من الالف للياء. الفيديو دوت هيغير مفهومك عن حاجات كتير جدا، وهيعلمك حاجات كتير جدا. وزي ما قلت لك انت مش محتاج غير الفيديو ده بس عشان تبدا تبني بروجكتس وتجيب اول عميل ليك. طيب انا حاولت على قد ما اقدر اخلي الفيديو دوت فيه كل المعلومات اللي انا اعرفها وهشيها لك في فيديو واحد، وهحاول على قد ما اقدر اخليه سيمبل جدا بالنسبه لك، لان احنا هنتعلم حاجات كتير جدا يعني. انا رسمت خطه كده علشان نمشي بيها على الفيديو الواحد. طبعا انا كنت صورت فيديو قبل دوت، فهتلاقي فيه خبيط بس يعني حصل الفيديو ما كانش الصوت ما كانش طالع كويس، فاضطريت ان انا اعيده من الاول. المهم يعني خلينا نبدا. دي الرود ماب اللي احنا هنمشي عليها في الفيديو دوت. اول حاجه انا عايز اعرفك المايند سيت اللي انت لازم تبقى ماشي عليها. قبل اي حاجه انت لازم تعرف انت لازم تفكر ازاي، ده اول حاجه. بعد كده في بيزك تيرمز وي اول شود نو. تيرمز ديت اللي هي مصطلحات معينه زي اي بي اي، ويب هوك، حاجات كتيره جدا هبقى افهمها لك في الفيديو دوت. بعد كده اللو كود اوتوميشن تولز زي NetN which we will gonna use، هنستخدم NetN في الفيديو دوت. في طبعا تولز ثانيه زي make.com، زابير، في حاجات كتير، بس I prefer NetN و make.com، بس هنتعلم على NetN لانه customizable اكتر يعني. بعد كده هنبيلد real projects و understand how it works، او understand how NetN works. لازم نعرف ازاي NetN تشتغل وازاي نبني بروجكت عليها. بعد كده هجاوب على سؤال اكيد هيبقى مهم واكيد هيجي في دماغك وانت بتتعلم: ايه البروجكتس اللي اقدر ابنيها دلوقتي بعد ما تتعلم الفيديو دوت وتقدر تبيعها حالا، وازاي تسعر؟ اكيد ده سؤال مهم جدا. how to reach to new clients، ازاي نجيب كلاينتس ليك او اول كلاينت ليك تجيبه ازاي. خلينا نبدا في المايند سيت، وهي اسرع حاجه، بس لازم تبقى عارف ان ديت اهم حاجه. هي هتخلص بسرعه بس لازم تعرف ان دي لازم تترسخ في دماغك. انت حد اسمه بروبلم سولفر، انت مش تكنيكال جاي. دي اهم حاجه. ما تقعدش تفكر كتير انك تكنيكال جاي، انت بروبلم سولفر. لو فضلت تفكر انك التكنيكال جاي بس، هتقابل مشكله وهتعمل لنا احنا كمان مشكله في السوق عامه. تواجه مشكله ان انت مش عارف تسعر الخدمه بتاعتك كويس، فهتقول ده اوتوميشن بسيط او ورك فلو بسيط، ما اعتقدش ان هو يستاهل 20,000 30,000 او 50,000. تقعد تفكر كده، قول لا انا حاسه 5,000 10,000. ما تفكرش بالطريقه ديت. لو فكرت بالطريقه ديت هتاذي نفسك، مش هتاخد حقك، وهتاذي الناس اللي شغاله في المجال زيك، لانهم هيضطروا يقللوا سعرهم زيك انت. وحتى لو شغلهم كويس هتخليهم يمروا بتجربه سيئه في السوق. فبلاش تعمل كده. انت واحد عندك سكيل ما حدش زيك عنده السكيل ديت لحد دلوقتي. انت بتسعر بناء على انت بتديليفر فاليو وتجيت بايد بيزد اون ذا فاليو. بناء على الفاليو اللي انت اديتها ديت انت هتجيت بايد او تاخد فلوس. فانت لازم تعرف ازاي القيمه اللي انت عملت لها ديليفر ديت او وصلتها للعميل بتاعك تستحق كام بالظبط. كده خلصنا المايند سيت، اتمنى تكون اترسخت بجد. بعد كده هنشوف البيزك تيرمز اللي احنا لازم نتعلمها. طيب دي يمكن من اطول الحتت، بس هي ركز معايا سهله يعني. طيب اي بي اي، ما هو الاي بي اي؟ وده يعتبر على فكره من اشهر واكتر مصطلحات اللي احنا هنستخدمها طول الورك فلوز. يعني اي ورك فلو انت لازم تستخدم فيه اي بي اي. طيب انا قبل ما اعرفك ايه هو الاي بي اي لازم اعرفك الاول ازاي الويب ابلكيشنز او الابلكيشنز عامه بتشتغل، ازاي فيسبوك بيشتغل، ازاي واتساب بيشتغل، علشان تفهم الاي بي اي. عندنا هنا دلوقتي واتساب، ابلكيشن واتساب اللي عندك على الموبايل، وعندك هنا حاجه اسمها السيرفر دوت اللي عليه الداتا بيز بتاعه الواتساب، او خلينا نقول ان هي الداتا بيز بتاعه الواتساب لحد دلوقتي. هو سيرفر، هو كمبيوتر مرفوع عليه كل الداتا بتاعه الواتساب والمستخدمين بتوع الواتساب وهكذا. وهنا ده الابلكيشن بتاع الموبايل بتاعك اللي انت منزله. ده حاجه وده حاجه. انت دلوقتي عايز تبني انت دلوقتي عايز تبعت رساله من الابلكيشن بتاعك، او الواتساب عايز تبعت رساله على الواتساب لواحد صاحبك. فانت بتفتح الابلكيشن دوت، بتدوس على الشات بتاعك وبتاع صاحبك، بتكتب الرساله في الانبوت دوت، وبتدوس على سند. اول ما بتدوس على السند هنا ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي الابلكيشن بتاع الواتساب ده مجرد ديزاين مش اكتر. الديزاين دوت خد الانبوت اللي انت كتبته اللي هي الرساله بتاعتك، وبعتها للسيرفر عشان تتخزن في الداتابيز اللي هو الكمبيوتر كبير جدا بتاع واتساب اللي هو بيخزن المعلومات فيه. حلو. طب هنا بقى يجي دور الاي بي اي. النص او البريدج او الكوبري اللي بينهم دوت هو دوت الاي بي اي، علشان اليوزر انترفيس او الديزاين اللي هو الواتساب العادي دوت ياخد الرساله بتاعتك ويوصلها للسيرفر. هو ما ينفعش يوصلها كده على طول او للداتابيز على طول لوحده. هو بيعمل حاجه اسمها ريكويست، والريكويست دوت بيعمل ريكويست للاي بي اي. فالاي بي اي هو دول الابلكيشنز، تو ابلكيشنز هم اللي في النص دوت، هو دوت الاي بي اي. ده الاي بي اي. الديزاين اللي هو الابلكيشن بيدي الداتا بتاعتك اللي هي الرساله بتاعتك، وطبعا الشات بتاع صاحبك بيبقى ليه اي دي عشان يبقى معروف لكل الشاتات اللي موجوده، لان العالم كله بيستخدم واتساب، فبيبقى ليه اي دي وليه رساله. حد كده بياخد الاي دي والرساله وبيعمل حاجه اسمها اي بي اي ريكويست، فبياخد بالمعلومات ديت ويديها للاي بي اي اللي في النص دوت، والاي بي اي بيوصلها للسيرفر. تمام كده؟ مفهومه شويه؟ طيب هو
فهو دوت الاي بي اي، هو وسيط بين الابلكيشن اللي احنا ساعتها دلوقتي ممكن نستبدل الابلكيشن دوت من الواتساب ونخليه الابلكيشن بتاعنا، لكن السيرفر زي ما هو عادي. احنا عايزين نبعت دلوقتي داتا للواتساب، فاحنا هنستخدم نفس الاي بي اي دوت. واتساب هتدينا نفس الاي بي اي دوت نستخدمه في الابلكيشن بتاعنا او الاوتوميشن بتاعنا او الورك فلو بتاعنا بتاع انت ان، عشان نعرف نبعت رساله لاي حد احنا عايزينه على الواتساب. فهو الاي بي اي دوت الوسيط اللي بين الابلكيشن بتاعك والسيرفر بتاع الابلكيشن الثاني اللي انت عايز تبعت او تاخد منه اكشن. يعني مثلا جوجل شيت برضه نفس الكلام، في ليه سيرفر وليه ابلكيشن، الابلكيشن اللي احنا بنفتحه على الموبايل او الجوجل ورك سبيس بتاعهم، لكن السيرفر هو اللي عليه الداتا فعلا. فانا لو عايز احط داتا على جوجل شيت بتاعي من غير ما استخدم جوجل شيت الديزاين بتاعهم او الويب سايت بتاعهم، فانا هستخدم الاي بي اي بتاع جوجل شيت علشان احط داتا في السبريد شيت بتاعي من غير ما استخدم الابلكيشن بتاعهم هم، ممكن استخدم الابلكيشن بتاعنا. فدي الفكره من الاي بي اي. طبعا ده حاجه اسمها بوست ريكويست، وفي حاجه ثانيه اسمها جيت ريكويست. البوست ريكويست دوت اللي بيخليك تاخد اي اكشن في الابلكيشن الثاني، والاكشن دوت اللي هو او عامه الريكويست هو يعني اكمل لك تاني، هو نفس الابلكيشن دوت بعد ما تبعت له ريكويست، الواتساب بعد ما بعت ريكويست بالداتا بتاعتك، السيرفر بعت له ريسبونس. حلو، ريسبونس دوت اللي هو بيقول له تمام اتحطت. دلوقتي في حاجه ثانيه اسمها جيت ريكويست، وديت انا جوه برضو نفس الواتساب اهوت عايز ادخل على شات حد معين عشان اشوف الرسائل. اول ما بدوس على شات صاحبي مثلا، دوست عليه اهوت، اول ما بفتحه الابلكيشن دوت برضو بيعمل حاجه اسمها ريكويست او جيت ريكويست للاي بي اي. والاي بي اي دوت بس عشان تبقى متخيله هو يو ار ال لينك عادي، يعني بيعمل حاجه اسمها جيت ريكويست للاي بي اي دوت. جيت يعني هات، وبوست يعني كده يعني فاهم انت بتبوست حاجه وبتجيت حاجه. فانا دلوقتي لما بكون عايز اشوف الشات بتاعي انا وصاحبي، فهعمل جيت ريكويست للاي بي اي. الاي بي اي يروح للسيرفر او داتابيس ديت، يقول لهم هاتوا المعلومات بتاعه الشات بتاع يوسف وصاحبه، وهيرجعها على صيغه جيسون ريسبونس. فانا دلوقتي عملت ريكويست وهو اداني ريسبونس. اتمنى تكون مفهومه. الريسبونس ده بقى بيكون في الداتا بتاعه الشات بتاعتي انا وصاحبي بس. ده الجيت ده الفرق بين الجيت ريكويست ودوت الفرق بين البوست ريكويست. بس لحد هنا الموضوع بسيط ما فيهوش اي تعقيد يعني اتمنى. طيب نطلع ايه من القصه اللي انا عمال احكيها ديت؟ ان الاي بي اي هو الوسيط اللي احنا هنستخدمه في انت ان او اي ابلكيشن عامه، لان المصطلحات ديت كلها مصطلحات برمجيه اساسا، لكن انت مش مضطر تكون مبرمج او واو يعني، بس لازم تكون فاهم عشان تعرف تستخدم الابلكيشنز اللي هي بتاعت انت ان وميك دوت كوم. فانا دلوقتي لو عايز اعمل ابلكيشن بيرد على الرسائل لوحده بتاعت العملاء، فاللي انا هعمله ان انا لازم اخد الرساله اللي هتجيلي من الواتساب ابعتها للاي بي اي بتاع شات جي بي تي عشان يبعت لي رساله، وافهمه ان هو هيبعت رساله لمين، واخد الرساله اللي بتاعت شات جي بي تي ديت واعمل اي بي اي ريكويست تاني. يعني انا عملت اي بي اي ريكويست لشات جي بي تي عشان يديني رساله، اخدت منه رساله، بعد كده حطيتها اي بي اي ريكويست تاني بتاع واتساب عشان ابعته لنفس الشخص اللي هو بعت لي رساله في الاول، فقوم بعت له الريسبونس بتاع شات جي بي تي على الشات بتاعه. وكل ده جوه الورك فلو بتاعنا، بدل ما اخد كل حاجه لوحدها، كل ما ادخل على شات جي بي تي لوحده وبعد كده ادخل على واتساب وابعت له رساله، عملت كل دوت اسمها اوتوميتد يعني، او عملته بالاوتوميشن. دي الفكره. فلو انت لحد دلوقتي مش فهمت حاجه، مش فهمت دي، لو انت لحد دلوقتي ما فهمتش حاجه فما تقلقش، هتفهم كل دوت واحنا بنبني البروجكتس، بس لازم تكون عارف دوت نظري على الاقل. كل دوت انا حكيته حلو، او خليك فاكر كلمه جيسون عشان انا هقول لك برضو ايه هي جيسون ديت. او هنا مره ثانيه الواتساب مسج من السيرفر، وهنا يور ابلكيشن او الاوتوميشن اللي انت عامله اللي هو انت. الاي بي اي وسيط بينك وبينه، بياخد منك وبيدي للسيرفر، وبياخد من السيرفر وبيدي لك، وهكذا. فهي كوبري بينك وبين السيرفر بتاع الابلكيشن اللي انت عايزه، كان بقى واتساب، فيسبوك، 11 لابس، اي ابلكيشن في الدنيا غالبا بيكون ليه اي بي اي. حلو، خلينا نروح على تاني مصطلح وهو الويب هوك. حلو جدا. الويب هوك هو زي الاي بي اي بس يعني a little bit different. بمعنى دلوقتي انا قلت لك ان في سيرفر، حلو، قلت لك ان في سيرفر، وقلت لك ان في ابلكيشن اللي هو ممكن يكون بتاعك او الابلكيشن بتاع الويب سايت اللي انت بتتعامل معاه. ما علينا، هنا في دلوقتي الابلكيشن بتاعك وفي هنا السيرفر بتاع واتساب تاني. دلوقتي انا قلت لك علشان تبعت رساله على الواتساب من غير الابلكيشن بتاع الواتساب بتاعهم، يعني تبعت رساله من الابلكيشن بتاعك انت على طول، قلت لك هتعمل حاجه اسمها بوست ريكويست للاي بي اي بتاعه، تقوم باعت المسج اللي انت عايز تبعتها للسيرفر، السيرفر يخزنها عنده ويبعت لك ريسبونس يقول لك تمام خزنتها. ده الفلو. طب لو انا عايز اجيب المسجز اللي بتجيلي، يعني دلوقتي واحد صاحبي بعت لي رساله حالا دلوقتي، فانا عايز الرساله دي تجيلي انا على السيرفر او على الابلكيشن بتاعي قصدي، يعني انا في رساله جات لي على الواتساب فانا عايزها تجيلي من السيرفر بتاع الواتساب وهو اللي يبعتها لي. حلو الكلام كده. ده اسمه بقى ويب هوك. ويب هوك دوت بقى بيكون حاجه زي تريجر او اعتبره شبه الاي بي اي موجود في السيرفر بتاع الابلكيشن
بتاع واتس او سيرفر الواتساب موجود هناك، عمال اعتبره نوتيفيكيشن او رينج. لما تجيلك رساله جديده على الواتساب بتاعك يقوم هو باعت لك ريسبونس على طول، يقول لك في رساله اتبعتت لك، ويجيب لك المحتوى او الداتا بتاعت الرساله، فانت تاخدها تعمل بيها اللي انت عايزه. وغالبا انت مثلا تكون عايز ترد عليها، تاخد الرساله ديت تحطها الاي اي ايجنت اللي هو اوبن اي اي او تشات جي بي تي عشان يجنريت مسج ليها، عشان هو اي اي ايجنت بيرد على الناس. تقوم باعتها مثلا ل 11 لابس تاني، يعني بعد ما تخلص خدت الكلام من تشات جي بي تي تقوم باعته ل 11 لابس، ف 11 لابس يعمل لك صوت، تاخد الصوت ده وتقوم مرجعه تاني، عامل حاجه اسمها بوست ريكويست للسيرفر بتاع واتساب عشان تبعت الفويس نوت ديت اللي اتعملها جنريت من الاي اي ايجنت بتاعك وتتبعت لنفس الرقم. حاسس ان انا دخلتكم في بس ما علينا، هتفهم كل دوت باكزامبلز حقيقيه لان احنا هنبني كل دوت، فما تقلقش يعني. حلو. ثالث حاجه وهي الداتا تايبس، هناخدها على السريع علشان بس تكون فاهمها. عندنا حاجه هنا اسمها سترينج، والسترينج دوت بيكون حروف ابجديه عادي جدا، بس لازم تكون بين الكوتيشنز ديت، الدبل كوتيشنز ديت او سنجل كوتيشن اللي هي يعني زيها بس سنجل يعني. عندنا حاجه اسمها انتجر، وانتجر ديت ارقام 1 2 3 4 10 100 ايا كان، بس ارقام، هي ارقام بس just numbers يعني. وبوليان، والبوليان هنا اللي هو true and false بس، صح او غلط. عندنا حاجه اسمها ايه ده، في array، ودي كده اسمها empty array، ودي اسمها array of integers لان جواها ارقام 1 2 3 4 بس لازم يكون في الفاصله اللي بينهم وديت array برضو بس فيها strings، فيها integer وفيها boolean. يعني عرفنا دلوقتي ان الاري ممكن نحط فيها جواها اي حاجه، بس اهم حاجه يكون في فاصله بين كل حاجه وحاجه. بعد كده في الاوبجكت، وخلينا مركزين على الاوبجكت دلوقتي، ده اسمه empty object او اوبجكت فاضي، ودوت الاستراكشر بتاع الاوبجكت. تعالى نمسح ده كده كله، دوت الاستراكشر بتاع الجيسون عامه. يعني دوت كده اوبجكت، هنا بتفتح القوس دوت تقفله بالقوس دوت. الاوبجكت بيكون فيه حاجه اسمها كي والمفتاح، يعني المفتاح ممكن نقول المفتاح، وفي الفاليو وقيمه هذا المفتاح. I feel kind of cringe when I translate it. المهم يعني مثلا is student، انا عايز اعرف، انا رجع لي ريسبونس او رجع لي اوبجكت بيقول لي is student، بيقول لي true، فانا عرفت ان الريسبونس بيقول لي ان الشخص دوت student. name اسمه يوسف، انا عرفت ان جاي لي الريسبونس دوت او الاوبجكت دوت بيقول لي ان اسمه يوسف. الفيفوريت موفيز ممكن بقى احط array هنا برضو as the value. الفاليو ممكن تكون array بقى strings، array فيها integers، array فيها اي حاجه يعني، بس المهم انت فهمت الفكره يعني عامه. طيب نرجع تاني للarray، تفتح array القوس بتاعها هنا وبتقفله هنا، وممكن تحط objects فيها. يعني دي كده اسمها array of objects، لانك عندك object واحد اهوت من اول هنا، ده كده object، تحتيه في object تاني. وديت array بيكون فيها objects كتيره، وديت بيكون غالبا شكل الريسبونس اللي بيجيلك لما بتعمل get للشات، زي نفس المثال اللي انا قلت لك، لما انت بتدخل على شات وبتبقى عايز تشوف الشات اللي بينك وبين صاحبك، فبتعمل حاجه اسمها get request للاي بي اي، فالاي بي اي يجيب لك ريسبونس في الداتا. دي غالبا بيكون شكل الداتا، هي array فيها الكي والفاليوز ديت، فيها اوبجكتس كتيره جدا بس بيكون فيها كي وفاليو غير دول. غالبا بيكون في كي زي the number اللي هو مثلا الرقم اللي باعت، او الاوبجكت دوت بيكون فيه نمبر كده، بيكون فيه الرقم بتاعك. بعد كده تحتيه بدل is student ديت بيكون مثلا the message بيكون فيها المسج اللي مبعوته. بعد كده created at اللي هو اتبعتت امتى وكذا. الاوبجكت التاني فيه نفس الموضوع بس متغير فيه رقمك بدل رقم صاحبك، فيها الرساله بتاعتك بدل الرساله بتاعته، وهكذا. بيكون فيها ريسبونس عامه بتاع الشات. بس وكده هنكون خلصنا اعتقد الداتا تايبس. الجيسون، ها هو الجيسون اللي انا قلت لك ان فيه جيسون ريسبونس بيتباع. الجيسون دوت حاجه اسمها تكست فورماتنج ستايل، هو طريقه فورمات معينه للتكست بتخليه كده زي الجيسون، زي الاوبجكت بالظبط. بس دي غالبا بيكون شكل جيسون لما مبعوت من الواتساب في الويب هوك، اللي هو لما رساله جديده بتتبعت لي بيبعت لي جيسون زي دوت كده. غالبا بيكون في اي دي، بيكون في الكونتنت اللي هو الرساله اللي اتبعتت لي، حاجه اسمها conversation اي دي، مسج تايب ايا كان. المهم دوت بيكون شكل الجيسون اللي بتبعت لي يعني. طيب اخر حاجه وهي الاوث توكن والاوث سيكريتس. طيب خلينا ديت بقى ايه نشرحها بتفصيل معين. شفت الاي بي اي دوت عشان تستخدمه فهو مش مفتوح لاي حد. يعني انا مش وقت ما احب ان انا استخدم الاي بي اي بتاع واتساب علشان ابعت رساله في الابلكيشن بتاعي، هيكون سهل ادخل على الويب سايت بتاعهم واجيب الاي بي اي. هو سهل انك تجيب الاي بي اي او اللينك، لكن الصعب انك انت محتاج تعمل اوثنتيكيشن او محتاج تسجل دخول علشان الواتساب مديك بيرميشن عليها او مديك اكسس عليها فيعرف انت مين. بس اعتبر الاوث توكنز والاوث سيكريتس دول عاملين زي الايميل والباسورد بتوعك اللي انت مسجل بيهم على الويب سايت. فانا دلوقتي محتاج اخد الاي بي اي بتاع 11 لابس، وانا عندي اكونت على 11 لابس، اللي هو 11 لابس دلوقتي يا جدعان
العيال ما يعرفوش، هو بياخد التكست الكلام وبيخليه صوت بني ادم. لما اكتب جمله يخليه هو يقولها بصوت بني ادم. المهم ده 11 لابس. دلوقتي انا عايز استخدم 11 لابس في الابلكيشن بتاعي، فممكن ادخل اجيب الاي بي اي بتاعهم، بس انا مش معايا الاوث توكن. وكلمه توكن هنا اعتبرها، تخيلها كده جمله طويله جدا 16 17 20 حروف على ارقام على رموز دوت كده التوكن. فالتوكن ديت لما بندخل على الابلكيشن هو بيديها لنا علشان نعرف نسجل بيها في الاي بي اي. فلما اجي استخدم الاي بي اي واعمل بوست ريكويست بيه في الابلكيشن بتاعي، ف 11 لابس او الواتساب او غيرهم يعرف ان انا فعلا مسجل عنده ودافع مثلا بقى السبسكريبشن استخدمت منه قد ايه، بس لازم يكون في توكن. فده يعتبر الاي دي بتاعك اللي انت بتديه للاي بي اي علشان يعرفك على السيرفر، او يخلي السيرفر يعرفك ان انت كده تمام ده متسجل عندنا فعلا. فساعتها تعرف تاخد الداتا وتحفظها في السيرفر او داتابيس زي ما قلت لكم على الواتساب قبل كده او اي ابلكيشن تاني في نفس المثال. فائده الاوث توكن والاوث سيكريتس شرحها هنا يعني انا شرحها هنا بالتفصيل اكتر، بس يعني ايه قلت ملهاش لازمه بصراحه. قلت اعتبرها الاي دي بتاعك لو انت داخل حفله او اي حاجه عامه يعني. فهو بياخد منك الحاجات ديت عشان يعرف انت مين وداخل انهي حفله. فدي بالظبط ده الفرق يعني، ده الاوث توكن والاوث سيكريتس يعني. كده خلصنا الداتا تايبس، واعتقد اللي بعديها احنا كده عرفنا البيزك تيرمز، المايند سيت واللو كود. اللو كود اوتوميشن تولز. حلو. طيب خلينا ندخل على الحته دي لانها فعلا انترستنج جدا جدا. طيب خلينا نشرح وات از لو كود بلاتفورمز. طب ممكن نشيل بس ان هنا لان انا كتبتها بالغلط. في حاجه اسمها لو كود ونو كود ولو كود اوتوميشن وحاجات كتير جدا يعني، عامه كتير جدا بجد. بس خلينا نقول ايه هي اللو كود بلاتفورمز دي. خلينا لو احنا خدناها بالشرح دوت. A low code platform is a software development environment that allows users to create applications, automations and workflows with minimal manual coding. او بمعنى مختصر جدا، اللو كود بلاتفورمز ديت زي مثلا كيرسر زي بابل تقريبا. بابل بلاتفورم زي بابل ديت لو كود بلاتفورم بتخليك تبني ابلكيشنز او ويب سايتس او ايا كان اي حاجه انت عايزها من غير كود. حاجه زي دراج اند دروب، تاخد الماوس بتاعك بتكون واجهه بسيطه جدا بتهيئ لك بيئه العمل بتاعت السوفت وير ديفلوبمنت، بتخليك مبرمج وانت مش مبرمج. هي بس بتهيئ لك البيئه بتاعت البرمجه وانت مش لازم تكون مبرمج. يعني مثلا فتحت بابل دوت هتلاقي على الجزء الشمال دوت شويه حاجات اسمها كومبوننتس، زي مثلا هتلاقي هيدر بوتنز، هتلاقي انبوتس، هتلاقي ايمجز، هتلاقي سلايدرز، هتلاقي الحاجات ديت اللي تخليك تاخدها بالماوس وترميها جوه سكرين. فجوه السكرين هنا اتبنى الابلكيشن، اتكتب لك الكود وانت مش بتعرف تكتب كود، بس انت خدت هنا يعني خدت بالماوس من هنا ورميت في الشاشه فتعمل الابلكيشن، عملت ديزاين للابلكيشن او ديفلوبمنت للابلكيشن وانت شخص عادي. فهي دي الفكره من اللو كود بلاتفورمز، هي بتهيئ البيئه بتاعه البرمجه للناس اللي ما تعرفش برمجه قوي. فلو حد عايز يبني MVP او عايز يعمل ابلكيشن لنفسه وهكذا يعني، فديت بتسهل عليهم. دي الفكره. طيب هنا بقى what is N8N. طب انا شرحها بالتفصيل قوي قوي قوي، بس يعني خليني هي مفتوحه اهي لحد لو حد عايز يقراها، ولو حد مش عايز يقرا فانا بقولها لك اهوت. N8N حاجه اسمها لو كود اوتوميشن بلاتفورم او تول عامه، لو كود اوتوميشن تول. هنا احنا عرفنا اللو كود بلاتفورمز. في هنا بقى N8N هي لو كود اوتوميشن ورك فلو، لان N8N مخصصه اكتر انها تعمل حاجه اسمها ورك فلوز او اوتوميشن اكتر من هي تعمل ابلكيشنز يعني. بس الورك فلو اللي انت بتبنيه دوت في حد ذاته اسمه سوفت وير. معنى ورك فلو دوت انك بتجيب نفس الكومبوننتس ديت مكعبات كده. هي N8N بتشتغل بحاجه اسمها نودز، فانت بتاخد نود هنا بتربطه بالنود اللي بعديه، كده بتربطه بالنود اللي بعديه، بعد كده بتربطه بالنود اللي بعديه وهكذا لحد ما تعمل ورك فلو. هو فلو كده ماشي بالطريقه اللي انت موجهه بيها. فهو ده معنى فلو او معنى ورك فلو يعني، وهتفهم اكتر برضه انا بشرح يعني. فالنودز اللي جوه N8N ديت هي نودز للاي بي ايز بتاعت اي ابلكيشن في دماغك، لابيفاي، ايرتيبل، لجي اتش ال او جوه ليفل، لواتساب، لميتا، اي ابلكيشن الاي بي اي بتاعه موجود جوه نود في N8N، فيسهل لك الموضوع حتى وانت بتستخدم الاي بي اي. وهنشوف واحنا بنفتح N8N دلوقتي. Make.com حاجه اسمها نو كود بلاتفورم، يعني انت هنا في N8N بتكتب شويه كود في بعض الاحيان يعني لو احتجت بتكتب بعض الكود، فعشان كده فيها اسمها لو كود بلاتفورم. لكن Made.com ما بتكتبش كود فيها زي N8N لان يعتبر كل حاجه فيها جاهزه، هي كلها اي بي ايز، كلها ورك فلوز في بعض يعني، مش هتبقى محتاج في الكود قوي يعني. طيب السؤال اللي اكيد هيجي في دماغك، do I have to know programming؟ لازم تعرف في البرمجه او مبرمج؟ فلا طبعا خالص. لو عندك زيرو نوليدج عن البرمجه فدوت هيساعدك انك تبدا عادي. الفيديو دوت هيساعدك انك تبدا عادي وما تقلقش من اي حاجه. طيب كده يعتبر خلصنا نص الاجنده. اتمنى الفيديو كان قد ايه، نص ساعه، قعدنا نص ساعه نشرح الحاجات دي. طيب build a project to understand how it works. هنبني بروجكت بين N8N، هقول لك ازاي تسطبها، هقول لك ازاي تشغلها وازاي تبني فلوز وهكذا. فيلا بينا نبني البروجكتس. اول حاجه عايز اقول لكم ان احنا مش هنبدا نبني البروجكتس على طول، هعرفكم ايه هي N8N تاني
تاني وازاي نسطبها او نشغلها وازاي نبدا البروجكتس فيها. مبدئيا N8N هي حاجه اسمها اوبن سورس. اوبن سورس معناها ان هي مفتوحه لاي حد او مفتوحه المصدر او الكود بتاعها موجود على جيت هاب او اي حد يقدر يشوف الكود بتاعها ويعدل عليها وهكذا. فاحنا نستغل انها اوبن سورس ان احنا ننزلها على البي سي بتاعنا او اللابتوب بتاعنا. فهقول لكم ازاي ننزلها على البي سي وازاي نشغلها، وفي طريقتين ان احنا نشغلها. فبعد ما نشغلها هنبدا نبني البروجكتس عليها. طيب طبعا انت لو هتعمل شغل لحد ده هيكون بس اللي احنا نعمله دوت حاجه اسمها development environment. احنا بس بنجرب او بنعمل development للابلكيشن بتاعنا او السوفت وير بتاعنا. لكن لو حد حقيقي هتعمل له الفلو دوت. لو انت عايز تجرب الاول على الانفايرمنت بتاعتك تمام، لكن لو عايز في الاصل ان احنا بنخليه هو يشتري الاستضافه على ريلوي مثلا او في بي اس من هوستنجر او ايا كان، وبعد كده بناخد اكسس عليه وبنسطب ال N8N على الفي بي اس بتاعنا او السيرفر بتاعنا وبندخل نعمل الشغل. يعني مثلا دوت السيرفر بتاعنا هنا كده، او انا كده عامل له هوست على هوستنجر هنا كده. فلما تدخل عليه هتلاقي البروجكتس بتاعتي انا عامله دوت عشان الحلقه ديت. بس طبعا المعظم مش هيبقى عنده الفي بي اس او ان هو يشتري سيرفر او حاجه، فعشان كده هقول لكم ازاي نشغلها ونشتغل بيها على السيرفر بتاعنا او البي سي بتاعنا. طب احنا عشان نشغل N8N فاحنا لازم ننزل حاجه اسمها نود جي اس. هتكتب نود جي اس هنا وتدوس على داونلود اند انستول نود، تعملها داونلود من هنا اهوت، تدوس على داونلود، هتدوس على ويندوز انستولر دوت، هتعمل لها انستول، وبعد ما تخلص هتكون اتسطبت وكده انت جاهز. طيب تاني خطوه هنروح على N8N جيت هاب، وهو دوت المصدر او دوت الكود اللي انا بكلمكم عليه بتاع N8N، ده الديفلوبمنت بتاعه. فزي ما انت شايف انت تقدر تنزل الكود ولو انت فاهمه او فاهم اللانجويجز اللي هي معموله بيها تقدر تعدل عليه. طب خلينا ننزل عند حته كويك ستارت ديت. عندك طريقه ب NPX، و NPX ديت محتاجه نود جي اس زي ما انا قلت لكم، وديت اسهل طريقه. لكن لو انت عايز تعملها بدوكر وعندك خلفيه برمجيه فدوكر هيكون انسب حل بالنسبه لك. يعني بحب دوكر اكتر. لكن تعالى ناخد NPM او NPX كمثال. هتدوس على علامه الويندوز وتكتب CMD او كوماند برومبت. خلينا نكبرها. طيب نروح على الديسكتوب وخلينا نكتب البرومبت اللي احنا اخدناه كوبي NPX N8N، ندوس انتر. وبعد ما خلصنا هتلاقي بيقول لك editor is now accessible via، وجايب لك اللوكال هوست بتاعك. فلما تاخد دوت كوبي وتروح على البراوزر وتكتب نفس اللي هو كاتبه لك هتلاقي N8N اشتغلت زي الفل على البراوزر بتاعك. طيب انا مسجل اصلا، انا كنت عامل على اللوكال هوست قبل كده وهو دوت كان شكل. خلينا نديليت. ده بيكون شكلها اول ما بتفتحها على طول. وكده انت عرفت ازاي تسطب N8N. خلينا دلوقتي نبدا ونبني البروجكتس واقول لكم البروجكتس هيكون عباره عن ايه. هنبني AI customer support agent. طبعا دوت ينفع يكون للمطاعم، ينفع يكون للساس ستارت ابس، ينفع يكون للليد كواليفيكيشن، ينفع يكون لاي حاجه تقدر تدرب الاي اي ايجنت دوت انه يعمل لك اي حاجه ككاستمر سبورت. حاليا هنخلي الاي اي ايجنت يرد على المسجز بتاعتنا، ونخليه مثلا موظف في مستشفى او عياده ويرد علينا بالمواعيد اللي موجوده، يحجز معانا مواعيد وهكذا. فتعالوا اقول لكم ازاي هنبني بروجكت زي دوت بالظبط، ازاي نخليه يرد على الاسئله بتاعتنا، ازاي نخليه يحجز المواعيد وغيرهم من حاجات تانية بعد كده انت تقدر تعملها بنفسك. اول حاجه ندوس على start from scratch، ودي هتكون واجهه N8N اللي تقريبا معظمكم عارفها. احنا في الغالب عايزين نربطه بالواتساب، لكن نخلي الربط بالواتساب دوت حلقه تانية علشان هيكون فيها تفاصيل تانية. لكن هنسيميوليت او نحاول نحاكي الموضوع دوت بان احنا نربطه بالشات تريجر دوت. وتعالوا اعرفكم على اول نود لازم تعرفوها في N8N، وهي الشات تريجر. هي دي مهمتها ان انت بتفتح هنا وبتكتب كانه شات، بتدوس هنا اوبن شات وبتكتب، والرساله ديت بتوصل في النودز وهكذا يعني. او احنا ممكن نربطه برضو بالتليجرام. طيب احنا ممكن نخلي البوت مربوط بالتليجرام بحيث ان هو قاعد بيرد على مسجز التليجرام بما انها اسهل من الواتساب. بس حبيت اعرفكم على الشات مسجز ديت. طيب تعالى نبني اي اي ايجنت بسيط عشان تبقى فاهم حتى الدنيا ماشيه ازاي. دلوقتي المسج ديت انا هكتب مسج ونخلي الاي اي ايجنت يرد عليه. فتعالى اعرفكم على تاني اهم حاجه اي اي ايجنت، ودوت تاني نود مهم جدا وبنستخدمه في اغلب الفورك فلوز، وهو الاي اي ايجنت ده. الاي اي ايجنت موجود فيه 3 اوبشنات تحت، واهمهم طبعا الشات موديل وديت المهمه. والشات موديل ديت هو البرين بتاع الاي اي ايجنت دوت او العقل المفكر للاي اي ايجنت، الا وهو بيكون غالبا ال ام او تشات جي بي تي، جيميناي، جروك، اي اي ال ام موديل. وال ام اللي هي اللارج لانجويج موديل تقريبا قلت لكم في اول الحلقه يعني. فلما ندوس على الزائد ديت هيظهر لنا هنا كل حاجه. ممكن تستخدم اوبن اي اي، ممكن تستخدم اوبن روتر which I'm gonna use. انا تقريبا
كمان حط $10 في اوبن روتر لنفسي يعني كتجربه. بس اوبن روتر حلو بالنسبه لي انك تقدر تتنقل من شات جي بي تي لجيميناي لديب سيك لايا كان، ما يكونش مربوط باوبن اي اي بس يعني. فهو حلو بالنسبه لي، فادوس على اوبن روتر. طبعا عندك هنا رابط الكريدنشلز بتاعت الاكونت بتاعي، وتعالى اقول لكم ازاي تربطوا الكريدنشلز بتاعتكم. هتدوس على كريت نيو كريدنشل، هتروح على اوبن روتر، مش ده هيكون شكلها بالظبط بس انت هتلاقي واجهه عامه، وهتلاقي هنا دوت هتدوس على كيز، هيجيب لك الصفحه ديت وتكريت اي بي اي كي. هتدوس اسم الكي وتكريت، وهوب عندك الاي بي اي كي اللي انت تقدر تستخدمه. هتاخد دوت كوبي وتحطه هنا، وهيقول لك انه تمام. بعد ما تدوس سيف فهتلاقي طبعا انا هخرج، انا عملت كل ده قبل كده، فهتلاقي الاكونت بتاعك ظهر هنا. ومن هنا بقى تقدر تستخدم المودلز اللي موجوده على اوبن روتر، شات جي بي تي 5، شات جي بي تي 4 او، شات جي بي تي، عندك اي بي ايز، عندك لاما بتاع ميتا، عندك جوجل جيميناي، عندك حاجات كتير جدا تقدر تستخدمها. في الشاتنج عامه احسن موديل تقدر تستخدمه هو شات جي بي تي عامه، من اول شات جي بي تي 4 او او شات جي بي تي 4 وهو كويس في العربي برضه، لكن قبل كده ميبي تراش، مش اسوأ حاجه، حلو جدا وارخص لكن كويسين مش وحشين يعني. في الحلقه ديت هستخدم شات جي بي تي 4 او شات جي بي تي، عايز حاجه رخيصه عادي يعني، مش تبقى فرق قوي. ممكن شات جي بي تي 4.1 ميني، مش وحش ومش غالي جدا عادي. بس ده كده البرين بتاع الاي اي ايجنت. الميموري والتول هبقى اشرحها لكم بعدين، لكن الميموري باختصار هي الذاكره بتاعت الاي اي ايجنت اللي يقدر يتذكر بيها المحادثات اللي كانت بينك وبينه قبل كده. فبس هي ديت الميموري. كده احنا خلصنا يعتبر. تعالى نسيت اب الميموري علشان يكون فاكر. بس تعالوا افهمكم الاول الفكره بتاعت الميموري. دلوقتي هنوبن الشات دوت وهنكتب مثلا hey what is 2 plus 2. عايز اوريكم هو بيشتغل كده، هو شغال بيقول لك 2 plus 2 equals 4. طيب لما اجي اساله دلوقتي what is the first question I asked you، هيقول لك the first question you asked me was what is the first question I asked you. فهو مفكر المحادثه بدات من هنا. فتعالوا نسيت اب دلوقتي الميموري واقول لك هتفيدنا ازاي. طبعا لما تدوس على الميموري هنا هتلاقي حاجات كتير جدا تقدر تستخدمها، لكن اسهلهم وابسطهم واللي هستخدمها دلوقتي هي السمبل ميموري، ودي تكون هي جوه انت ان اصلا، فسهل جدا انك تسطبها، هي مش محتاجه اي حاجه. وهتدوس هنا، هنسيب كل حاجه زي ما هي وندوس مثلا 10، وديت عدد المسجز اللي انت عايز الاي اي يتذكرها. يعني انت لو كتبت 5 فهو هيفتكر اخر 5 مسجات، بعد ال5 كانه بدا حاجه جديده. لكن لو احنا بنبني تشات موديل كبير عايزين نخليها برقم اكبر، غالبا هتكون 50، غالبا هتكون 30، حاول تخليها كبيره شويه. بس هنعمل سيف ونفتح الشات موديل تاني ونعمل ريفرش ليه. hey what is 2 plus 2. شوف هو بيشتغل، بيقول لك 4. بقول لك دلوقتي what is the first question I asked you. بيشتغل the first question you asked me was hey what is 2 plus 2. وكده افتكر المحادثه، وهي ديت الميموري بشرح عملي. طيب كده يعتبر خلصنا، وكده يعتبر برضو فهمتك بنسبه كبيره الدنيا بتبقى شغاله ازاي في نتن. هي نود بتشتغل في اول حاجه عشان تشغل باقي الورك فلو، او هو اكشن بيتاخد في اول الفلو عشان يشغل باقي الورك فلو. يعني لو انا ما كتبتش باقي الورك فلو مش هيشتغل، وهكذا. لازم يكون في تريجر او حاجه حصلت علشان تخلي الورك فلو كله يشتغل ويعدي على باقي النودز ديت. طيب زي ما قلت لكم احنا هنبني اي اي ايجنت يرد على اسئله العملاء ويحجز معاهم مواعيد. حلو جدا. اول حاجه احنا مش هنستخدم دوت، احنا عايزين نستخدمه على واتساب او تليجرام، وعشان واتساب محتاج شويه فيريفيكيشنز، وبصراحه انا مش هقدر استخدم رقمي لاني اوريدي عامله فيريفيكيشن وبجرب عليه حاجات مع كلاينتس، فهيبقى صعب جدا ان انا اربطه. فعشان كده هنستخدم تليجرام. لكن عامه اللي هيعرف يعمل كده هيعرف يعمل الباقي. وفي نفس الوقت انت ممكن ما تعملش فيريفيكيشن، ممكن تستخدم حاجات زي تويلو او ابلكيشنز ثانيه، بس الحاجات ديت محتاجه انك تدفع لها، وانا برضو هحاول على قد ما اقدر اخلي الحاجات ديت فور فري. وبالمناسبه الفور فري اوبن روتر تقدر تستخدم موديلز فري جواه، يعني مش لازم تستخدم شات جي بي تي علشان هيكون بكريدتس. لو انت جيت هنا وكتبت فري هتلاقي موديلز كتيره جدا فري، ومن ضمنهم ديب سيك. تقدر تستخدم ديب سيك شات فور فري. لما تلاقي انه في بعض فري بعد دوت الموديل دوت فري تقدر تستخدمه من غير ما تدفع $5 او $10 اللي انا دفعتها. فبس مش وحشه، استخدمها وكمل وطبق معايا، مش هتحس باي فرق. طيب هنقوم مسحين النود ديت ونسيب ديت زي ما هي ونخليها تليجرام. نحاول ندور على تليجرام عشان نربط التليجرام بتاعنا. وديت انا اول مره اربط تليجرام عامه في حياتي، لاني انا ماليش علاقه بالتليجرام تقريبا، ولا كلاينت جالي قبل كده محتاج تليجرام في حاجه. معظمهم الواتساب، انستجرام، فيسبوك، الحاجات ديت. لكن تليجرام بالنسبه لي جديد تماما، فما عنديش اي خلفيه ان انا استخدمه. بس مش هنغلب عادي، طالما معانا جيميناي، طالما معانا شات جي بي تي وقشطه، فهنعرف نعمل باقي الحاجات. بس دلوقتي عقليا انا محتاج ادور على اول نود هتخليني اخد اي مسج بتجيلي من تليجرام ابعتها عندي في السوفت وير دوت اللي هو NTN او الورك فلو دوت. وعشان اعمل كده زي ما قلت لكم محتاج الويب هوك
ده الويب هوك اللي هيخليني اخد اي مسج تيجي على التليجرام فتجيلي انا عندي على ابلكيشن او NTN. فانا محتاج اول حاجه تليجرام نود علشان اقدر اخد المسجز. طبعا جالي حاجات كتيره جدا، جالي اكشنز وجالي تريجرز، وطبعا انت شايف كل الحاجات دي كتير قوي. طيب التريجرز ديت اللي هي شبه الويب هوك او اي حاجه فيها اون يبقى دوت ويب هوك. في حاجه هنا اسمها اون مسج، واون مسج ديت يعني لما حد يبعت لك مسج هتعمل ايه بالظبط، دي الفكره. فاون مسج دي هتجيلك المسج اللي اتبعتت لك. هنفتح ديت فهنلاقي هنا ويب هوك يو ار الز، وهنلاقي كريدنشلز وحاجات كتير جدا. تعال نفتح ديت هنلاقي البرودكشن يو ار ال. فتعالى اقول لك الاول ازاي نسطب الكريدنشلز. نعمل نيو كريدنشل وهتلاقي هنا اكسس توكن وبيز يو ار ال. طبعا لحد هنا انا وقفت مش فاهم اي حاجه، فهروح على جيميناي واسال الباقي ونعرف هو هنستخدمه ازاي. جيميناي بيقول لك روح على بوت فاذر، افتح تليجرام واعمل سيرش على بوت فاذر. فتحنا بوت فاذر ستارت. طيب في حاجات كتير جدا، ستارت نيو تشات، نيو بوت. طيب انا سميته اي اي ايجنت يوتيوب. جود. طيب ماشي، هسميه اي اي ايجنت بوت is already taken. طيب سميه يوسف اي اي ايجنت بوت برضو. ايه يا جدعان، يوسف شريف ماشي. جالنا هنا use this token to access the HTTP API. ماشي بقى دوت الاكسس توكن. هناخد الاكسس توكن كده وهنروح على الاكسس توكن نعمل paste وبوم credentials زي الفل وبقى زي الفل تمام اهو. احنا كده عندنا التليجرام اكونت بتاعنا مربوط بيه. طيب اول حاجه لازم تعرف ان اللوكال هوست دوت معناها البي سي اللي انت فاتح عليه، والبي سي دوت يعني هو التليجرام مش هيقرا اللوكال هوست بتاعك، لازم يكون عندك يو ار ال او دومين. وعشان تعمل كده لازم يا اما تشتري دومين يا اما نستخدم حاجه اسمها ngrok. وانجروك ديت اسهل حاجه في حالتنا لو احنا بنتست برضو مش في البرودكشن. فاقول لكم ازاي نخلي اليو ار ال دوت كانه يو ار ال حقيقي عشان يتربط بتليجرام. بس طبعا عشان قلت لكم انا مش فاهم اي حاجه في تليجرام فلسه هنشوف جيميناي بيقول ايه. طيب لما تيجي بقى تدوس على تيست ورك فلو هنا وتستنى هتلاقي بيقول لك حاجه اسمها باد ريكوست باد ويب هوك، ودوت علشان الويب هوك بتاعك هنا هو لوكال هوست مش يو ار ال حقيقي. فتعالى اقول لكم ازاي نحل المشكله ديت. اول حاجه انا قلت لكم هنحلها بحاجه اسمها انجروك. تعالى اقول لكم ايه هو انجروك دوت. انجروك دوت بيخليك تقدر تخلي الابلكيشن بتاعك اكسسبل لاي حد من الجهاز بتاعك، يعني بيدي اكسس للجهاز بتاعك لاي حد بره بس للفولدر معين انت خليته لبورت معين. قصدي انت خليت NTN اللي هو شغال على بورت 5 6 7 8 شغال عندك انت بس، فانت خليته متاح لاي حد يقدر ياخد اكسس على البورت بتاعك اللي جوه الاي بي اللي جوه البي سي بتاعك اللي هو ليه اي بي معين برضه. اتمنى يكون مفهوم، بس يعني حتى لو ما فهمتش ممكن تشوفها بعدين او ما تبقاش مهمه قوي دلوقتي. بس المهم تعالى اقول لكم نحل المشكله ديت ازاي. هو كانك رفعت البرنامج بتاعك NTN على سيرفر بس، فاعتبر اللابتوب بتاعك هو دوت السيرفر. طبعا هنسجل دلوقتي، انا هسجل بالاكونت دوت. طب عشان تقدر تعمل اي حاجه المفروض الاول تنزل انجروك، وتقدر تنزله من هنا كده مايكروسوفت ستور انستولر هيفتح لك دوت وتنزل انجروك، او تاخد او تروح على داونلود وتنزله داونلود عادي جدا بالطريقه ديت. المهم بعد ما تخلص تعمل له داونلود هتاخد ده الكود دوت تروح على CMD تقوم دايس اعمل له بيست، هيقول لك اوث توكن سيفد، ودوت بتعرف انجروك على الجهاز بتاعك. دي اهم خطوه دوت كده اعتبره الاوث توكن اللي اتعمل له سيف على الجهاز بتاعك. طيب هننزل تحت في تاني ستيب. هنا هيقول لك في حاجه اسمها ephemeral domain وstatic domain. ephemeral domain دوت اللي هو دومين عشوائي بيتعمل، يعني كل ما النتورك بتتقطع وتيجي تريستارت تاني هيبقى دومين مختلف تماما. يعني لو الدومين بتاعك في اول مره كان حاجه زي كده abcd.com بعد كده عمل الكونكشن فصل فهيبقى مثلا حاجه زي كده كوم، هيكون مختلف تماما. وده هتسبب مشاكل لو NTN بتاعك يعني هتسبب مشاكل عامه. يعني لو انت كنت واخد الويب هوك او اليو ار ال الاولاني بتاع NTN دوت وربطه في موقع زي ميتا وفصل منك واضطريت تاخد دوت، فانت هترجع تاني لميتا تغير اليو ار ال بتاعك. عشان نريح دماغنا من حاجه زي كده فاحنا هنستخدم الستاتيك دومين، وهو دوت ده واحد ما بيتغيرش ودوت ليك انت بس. فتعالوا اقول لكم ازاي دلوقتي نعمله ل NTN ونشغله على NTN. ده دلوقتي NTN اللي شغال زي ما انت شايف اهوت. هنوقفه كده نمسح ونعمل حاجه اسمها set web hook URL. بعد ما حطيناها في الويب هوك عملنا set web hook ده اليو ار ال، هنعمل CMD تاني غير اللي احنا مخلينه مفتوح ل NTN ونكتب الكوماند دوت اللي هو موجود هنا. بدل ما نغير 80 دوت البورت فاحنا نخليه 5 6 7 8 زي البورت بتاع NTN وبس. هو كده اشتغل تمام. هنروح على الويب هوك بتاعنا هنكتب اليو ار ال بتاع او هندوس على visit your domain بس، هيدوس visit. نقدر نقفل دوت دلوقتي وبس كده احنا جوه NTN بس من اليو ار ال دوت. طبعا تقدر تفتح NTN على الموبايل بتاعك جوه الموبايل بتاعك باليو ار ال دوت فبس.
الطف يعني بكتير. سجل دخول هنا ماي فلو او ماي ورك فلو. بس هنرجع الفلو اللي احنا عملناه هنلاقيه زي ما هو بالظبط، لكن اللي اختلف هنا هو الويب هوكس ديت بدل لوكال هوست، فهي هنا كده. لما نيجي نعمل تيست للفلو دوت هتلاقيه اشتغل من غير اي مشاكل. طب تعالى نكلم البوت بتاعنا بقى ونبعت له اي حاجه هنا، نخلينه مفتوح كده وندوس سند، ما حصلش حاجه. طيب خلينا نشوف ايه السبب. waiting for you to create an event in telegram. مش عارف هو في مشكله في الشبكه ولا ايه بالظبط. طيب انا عملت حركه غبيه جدا محدش يعملها زيي، انا كتبت HTTP بدل HTTPS، فاسف جدا لازم نخليها HTTPS. انا ما خدتش بالي فخليت نقعد ساعه ادور ايه المشكله. طيب تعالوا نشوف بقى ال HTTPS اللي احنا عملناه، المفروض ان هو شغال كده كويس. طب تعالى نعمل تيست ورك فلو دلوقتي، اشتغل وزي الفل اهو. طب تعالى نعمل تيست تاني ونبعت رساله تيست، جات لنا اهوت ورك فلو executed successfully. فلما ندخل نشوف نخليها جيسون بس عشان اعرف اشوفها كويس. مسجز دوت الريسبونس اللي انا قلت لكم عليه. فتعالوا نحكي دلوقتي شويه. ده الويب هوك اهوت. الويب هوك حصل بالظبط الابلكيشن اللي انا استخدمته بتاع تليجرام اهوت. لما مسج جات لي على التليجرام هو قدر ياخد المسج ويبعتها لي على الابلكيشن بتاعي اللي هو n@n. فانا ناخدهم كده جنب بعض، بس نحطهم جنب بعض عشان عايز اوضحها اكتر بكتير. انا اسف ان انا بشرح كتير وبالتفصيل الممل، بس عشان ناخد بالنا. هنا دلوقتي اعتبر ان في حاجه اسمها API في النص، في الحته اللي في النص اللي بينهم ديت، ودوت الابلكيشن بتاعي اهوت. ده الابلكيشن بتاعي اللي هو n@n، ودوت التليجرام الابلكيشن اللي انا عايز استخدمه في الابلكيشن بتاعي اللي هو زي واتساب مثلا. زي ما قلت لكم في حاجه اسمها API وحاجه اسمها ويب هوك. الاي بي اي دوت انا بستخدمه لما احب اخد اكشن، لما احب انا ابعت رساله للتليجرام او تشات معين في التليجرام. لكن دلوقتي انا عايز التليجرام هو اللي يجيب لي كل مسج جديده، فهي بالطريقه ديت بالظبط. طيب نعمل تاني، نعتبر اللي في النص دوت هو الاي بي اي، لو هي الحته ديت الاي بي اي اصلا النود ديت. نعمل هاي هاو از ات جوينج، نبعتها. جات لنا اهوت على السوفت وير بتاعنا او الابلكيشن بتاعنا. هننزل نلاقي احنا كده واحنا بندوس على الحته دي احنا كده عملنا ريكويست للاي بي اي، عملنا بوست ريكويست للاي بي اي. وهنا جالنا الاوتبوت دوت اللي هو الريسبونس اللي جالنا. ده الريسبونس اللي جالنا من التليجرام. الريسبونس فيه الشات اي دي وفيرست نيم يوسف، لاست نيم شريف اللي هو اسم اليوزر نيم اللي كتب لنا، والتكست اللي هو بعته لنا اللي هو هي هاوز ات جوينج. وطبعا مسج اي دي وفروم يقول لنا كل المعلومات عنه. فبس ده كده حاولت افيجواليز الويب هوك بالنسبه لكم او اخليكم تشوفوه عامل ازاي. فالمهم كده احنا اخدنا فكره عن الويب هوك. طب جات لنا الرساله ديت، نفترض ان هي جات لنا رساله هاوز ات جوينج، فاحنا عايزين دلوقتي نخلي الاي اي هو اللي يرد عليها. فهنربطه كده. احنا لحد دلوقتي ما نخلوش يرد على رسائل للعيادات يعني او الشركات او الكلام دوت ولا اي حاجه. احنا بس هنجرب حاجه سيمبل جدا. طيب اول حاجه هتدخل تلاقيها من الاي اي ايجنت اتغيرت، ان الجيسون تو تشات انبوت دوت اتغير. ليه؟ لان احنا كنا بنستخدم الشات تريجر ده، ودوت المسج اللي كانت بتيجي منه الحته دي اللي احنا بنكتبها. طب دلوقتي احنا غيرنا النود وخليناها تليجرام، فاحنا دلوقتي عايزين نحط هنا المسج بتاعتنا اللي احنا بنبعتها. هنغيرها ونقول ديفاين بلو عشان نكتب احنا براحتنا. ودلوقتي نقدر ناخدها كده من هنا على التكست، الحته دي تكست، ناخدها نحطها هنا. فهنا بقى الجيسون دوت مسج دوت تكست، ودي التكست اللي احنا عايزين الاي اي يرد عليها. طيب دلوقتي تعالى نجرب تاني تيست ورك فلو. نخلي دلوقتي لا ثانيه قبل ما نجرب، احنا عايزين الميموري نفس الكلام تبقى محفوظه. طبعا جيسون دوت سيشن اي دي ديت برده كانت موجوده في الشات تريجر. احنا دلوقتي بنستخدم التليجرام. تعالى نعمل تيست تاني عليها عشان ترجع لنا. اهي الميموري فيها خطا اللي هو السيشن اي دي مش موجوده. فنعمل ديفاين بلو تاني، وعايزين حاجه تكون يونيك، تكون حاجه اسمها كي، والكي دوت حاجه تكون يونيك بينك وبين الاي اي علشان ما يتلخبطش بينك وبين ناس تانية. يعني مثلا انا رقمي 010 1 2 3 4 5، واحد تاني رقمه 011 6 7 8. حلو. دلوقتي انا لما ابعت للاي اي ايجنت دوت وهو يرد عليا، ازاي هيعرفنا انا ويعرف دوت؟ ازاي يعرف عليا انا؟ يعترف على ايه؟ يتعرف عليا انا بالميموري بتاعتي انا، وهو الشخص التاني ليه ميموري تانية برضو. لازم يعرف الشات، يفرق بين الشات بتاعه. ودوت هيكون عباره ان احنا نحاول نحط كي ليا وللاي اي ايجنت وكي لي وبين الاي اي ايجنت عشان يتعرف عليا وعليه. فحاجه زي كده ممكن نخليها حاجه اسمها الاي دي، ودي ممكن نستخدم الشات اي دي لان الشات اي دي ما فاهمني ما بيتغيرش. هو يعني دوت نفس الرساله هتجيلي اول مره هي نفس تاني مره هي نفس تالت مره، لان الشات دوت او نخلينا نكبرها شويه، ده كده الحته دي كده الشات ده هو ما بيتغيرش، ليه اي دي واحد ما بيتغيرش. طيب حلو. فاحنا هنستخدم الاي دي بتاع الشات دوت عشان يكون هو الكي. كونتكست هنخليها 20 زي ما قلت لكم عشان تكون اطول شويه بس، ونعمل سيف ونعمل تيست. طيب دلوقتي انا عايز اقول له هي هاوز ات جوينج. دلوقتي اشتغل
وبيتحرك وبيفكر وبيستخدم البرين بتاعه كده تمام. طبعا ما ظهرليش اي ريسبونس، لكن لما ندخل نشوف هنا هنلاقي ان الاي اي ايجنت hey I'm doing great thanks for asking how about you how's your day going. دوت الاوتبوت. يعني احنا عملنا ايه بالظبط؟ دلوقتي عملنا بوست ريكويست للاي اي ايجنت دوت الا وهو اوبن اي اي علشان يرد لنا على المسج اللي جات لنا من التليجرام ديت. بعتناها للاي اي ايجنت كانها بوست ريكويست عشان ترد على المسج. وبعد كده الاي اي ايجنت او تشات جي بي تي او اللي هو اوبن اي اي عامه اللي اخد الرساله، عملنا له بوست ريكويست اخد دوت او اخد جزء منه ورد عليه اللي هي المسج، رد عليها وعمل لنا ريسبونس تاني في الاوتبوت. ودوت الجيسون ريسبونس اللي انا كنت بقول لكم عليه، ده شكله الاوتبوت بتاعه اللي هو المسج بتاعته. طيب احنا دلوقتي عايزينه يرد على هنا، يرد هنا. طيب عشان يرد هنا فاحنا هنعمل تليجرام تاني ونخلي حاجه اسمها send an audio send a message. انا عايز send a text message اهي send a text message بس send a text message. هنا عايز الشات اي دي، والشات اي دي هتعرف تجيبه من التليجرام تريجر علشان الشات اي دي هنا ده اللي احنا استخدمناه، فهو محتاج الشات اي دي عشان يعرف انت عايز ترد على انهي او تبعت لانهي. والتكست هنا ده التكست مسج اللي انت عايز تبعتها، وهي غالبا هتكون في الاي اي ايجنت اللي هو عمل لك الاوتبوت، انت عايز ترد بالاوتبوت اللي جالك فهتعمل كده ريبلاي مارك اب. دي مش لازم بالظبط تفهموا ايه دلوقتي، مش ضروريه دلوقتي. المهم كده احنا خلصنا يعتبر وهيرد عليك. نعمل تيست تاني ناخدها ونبعت نفس الرساله how's it going اهو hi again. قال لك again عشان انت بعت الرساله مرتين فهو عنده memory. doing well thanks how can I help you today this message was sent automatically with N10. غالبا غالبا هي بتتبعت كده، مش عارف ممكن نلغيها ولا لا. settings additional fields اهي additional fields. طب هنعمل ايه بعديها؟ add field انا شايف parameters append N10 attribute a new option will appear which is likely toggle switch turn on و turn off. طيب append N10 attribute هنعمل off هنا. تعال نجرب تاني، هنعمل تيست ونشوف تاني will it work or not. طيب can you guess my age يشتغل اهوت على جنب شلناها وزي الفل. المهم ان هو رد وشلنا المسج بتاعت اللي بتظهر اوتوماتيك ديت وبس. احنا كده خليناه يرد عليا عامه على التليجرام. جميل. دلوقتي عايزين نخليه يرد على اسئله معينه. تعالوا اعرفكم على حاجه جديده جوه الاي اي ايجنت دوت وهي في الاد اوبشنز هنا وهي اسمها سيستم مسج. والسيستم مسج ديت هي شويه انستراكشرز او تعليمات بتديها للاي اي عشان يتصرف بناء عليها. يتصرف بناء ان هو شخص معين او موظف معين او يرد بطريقه معينه او يبعت حاجات معينه في اوقات معينه. تعالوا اقول لكم بالظبط انا قصدي ايه. طيب هنا صغيره شويه فانا احب اكتبها في نوت بعد كده انقلها يعني اللي هو السيستم برومبت بتاعنا. طيب اول حاجه هنا انت لازم تكون برومبت انجينير كويس قوي عشان تكتب حاجه كويسه زي دي. اول حاجه لازم تعرف الاي اي هو مين، دي اول حاجه، وايه الجول بتاعه. فلما اقول له you are مثلا يوسف an employee at dental clinic working to answer fax and set appointments. طبعا لو في كلام غلط او ما خدتش بالي منه فايش عادي مش مهم. you are يوسف an employee at dental clinic working to answer fax and set appointments with patients. اعتقد patients بتكتب كده كده. اول حاجه انا عرفته انت مين الجزء دوت، وتاني جزئيه عرفته هو بيعمل ايه. طب لازم اعرفه دلوقتي الجول بتاعه عشان يكون عارف هو بيعمل ايه. your goal is answer questions in Egyptian Arabic, help patients with their queries think انا بكره الكلام الانجليزي ماشي. queries بتكتب كده and set appointments with them. this is the goal. طيب شويه instructions، والinstructions هنا بقى تعليمات واضحه صريحه ليه هو instructions، واعتقد instructions برضه بتكتب كده يعني اكيد مش غلط. طيب نقللها شويه. طيب اول حاجه انا عايزه يعملها ان هو act like a human او a real human. do not say you are an AI. ده اول حاجه. talk like a 20s او مثلا a man in their 20s in a friendly way to use Egyptian language not slang language just normal one. طيب هنا الجزء ده بقول له استخدم الإيجيبشن لانجويج بس ما تبقاش سلانج او لو تبقى شعبيه، اللي هو ما استخدمش حاجات زي يا اسطى او يا زميلي او صباح الفل والكلام ده، ما اكيد مش هخليه يرد بالطريقه دي. فانا قلت له the Egyptian language not the slang Egyptian language just normal one. فدوت تاني instruction انا عايزه. طيب تالت حاجه انا عايز الجمل ما تكونش طويله جدا لان الاي اي بتسرح معاه في الجمل، ممكن يكتب لك مقاله. make your sentences short not too long and not too short something between 2-3 sentences. اعتقد ديت الانستراكشرز اللي انا عايز ارد عليها. تعال نجربه دلوقتي ونشوف
لو في حاجه تانية عايز اقول له عليها. طب في شويه برضو تعليمات، مش تعليمات بقى، اللي هي انفورميشن يرد بيها، وهي مثلا مواعيد العياده، الدكاتره اللي موجوده في العياده وهكذا يعني. كلينيك انفو ده لازم يكون عارف. opens all weeks except Friday from 10 او am to 7 pm. ده اول معلومات. we have دكتور احمد شيماء، فاطمه ما اعرفش بتكتب كده او كده، فاطمه ما علينا. ماشي. غالبا بس كده خلاص. ممكن نخلي سعر الاستشاره كمان. the consultation is 5 HEP او مثلا 700 and the follow up with his VG type. بس كده ديت الانفورميشن. نعملها سيف، نخليها بس يوتيوب سيستم برومبت. هناخدها كوبي ونروح نعملها بيست هنا. المهم انت عرفت احنا بنكتب السيستم برومبت ازاي، فهنحاول دلوقتي نجربه، نعمل تيست بيشتغل اهوت. ازيك، عايز اعرف انتوا فاتحين لحد امتى؟ اهلا بيك، احنا فاتحين من 9 الصبح لحد 7 بالليل، من السبت للخميس والجمعه اجازه. تحب تحجز ميعاد؟ شيء كمان بيبيع لي. طيب هقول له دلوقتي مين، طب اقول له مين الدكاتره اللي موجوده. انا ما عملتش تيست لازم تشغل التيست فلو دوت. طيب اهوت عندنا دكتور احمد، دكتوره شيماء، ودكتوره فاطمه. تحب تحجز مع مين فيهم؟ زي الفل، هنا شغال وبيرد عليك وناقص ان هو يحجز ابوينتمنت. طيب لو انا دلوقتي قلت له عايز احجز الخميس مثلا مع فاطمه او مع احمد، خليني مع احمد، تعرف الستات ما بيعرفوش يعملوا حاجه يعني. طيب تمام. عاوز تحجز يوم الخميس على الدكتور احمد الساعه كام مناسب ليك؟ الساعه 5. يعمل تيست فلو الاول الساعه 5 بيشتغل. حجزت لك يوم الخميس. طبعا هو ما حجزش حاجه، بس هو بيقول لك حجزت لك يوم الخميس الساعه 5 مع دكتور احمد. محتاج اي حاجه ثانيه او معلومات؟ بس هنا احنا عملنا ايه، ايجنت بيرد بس من غير ما يحتاج. ازاي نخليه يرد ويحجز لما اكون محتاج ان انا احجز؟ طيب لو عرفت تقول يبقى انت فعلا تستحق، بجد تستحق 160 جنيه. فتعالى اقول لك ازاي هنخليه يحجز. طبعا لو هتقول ممكن نستخدم التول. طبعا التول ممكن، بس طبعا مش احسن حاجه ومش دايما بتشتغل. والتول ديت ليها حاجات تانية نستخدمها ليها وبتكون مور افيشنت يعني، لكن مش هنستخدم التول طبعا. لما يجي يحجز احنا عايزينه لما احس ان انا حجزت اكون عرفت ان الاي اي ايجنت دوت حجز ميعاد، فاعمل ورك فلو تاني. طيب بمعنى اصح هقول لكم الخطوات دلوقتي الاي اي ايجنت بتاعي حاليا، الايجنت دوت هو only respond to messages بس. طيب انا عايز في المسج ديت حالتين، لو هو بيرد عادي الا وهو اللي هو الرد الطبيعي اللي هو نورمال تكست يعني حلو، اللي هو عادي زي ما كان بيعمل معانا. وحاجه ثانيه لما يحجز. طيب هو لما بيبعت نورمال تكست اللي بيحصل، بنبعت المسج الاوتبوت بتاع الاي اي ايجنت تو تليجرام. طيب انا مش عايز كده، انا عايز لما احس ان هو حجز خلاص، البوت اخد معلومات الحجز منه، فانا عايزه بدل ما يبعت نورمال تكست انا عايزه يبعت جيسون، والجيسون دوت يكون فيه المعلومات بتاعه الحجز. وبعد كده هناخد الجيسون دوت بدل ما نرجعه اوتبوت هنعمل ايه، هنinsert الداتا من جوجل شيت مثلا او اي السي ار ام بتاعنا عامه، لكن هستخدم جوجل شيت. فدلوقتي هو بيرسبوند للمسج بس، فهيرسبونس بتكست عادي، فهنرد هناخد التكست العادي دوت نبعته للتليجرام بس، ده يعتبر اصلا. لكن لما احس ان الاي ايجنت اخد المعلومات، انا عايز الاي ايجنت يرجع لي ريسبونس في الورك فلو بتاعي، ريسبونس جيسون، والجيسون دوت هاخده عشان انسرت الداتا فيه. طب تعالوا بشرح عملي بالظبط اقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي الاي اي ايجنت دوت ليه سيستم انستراكشرز زي ما انا قلت لكم، تعالى نلعب فيه شويه علشان نخليه يعمل اللي احنا عايزينه. طيب في نفس الانستراكشرز ديت هقول له when you feel او when you collect the data of sitting and appointments with the patient return JSON with these data with these keys هيكون day time doctor. بس انا عايز اعرف الوقت اللي هو حجز فيه والوقت والدكتور واكيد اسمه، مثلا the name او patient name. طبعا ممكن تحط رقم تليفون والكلام ده، بس يعني خلينا بس ناخد المعلومات ديت الاول عشان الحاله ما تطولش يعني. هناخد دوت كده ونبعته تاني لدوت للاي اي ايجنت ونعمل سيف وتعالى نتست الورك فلو تاني. هنا اقول له ممكن احجز اسمك ووقتك اللي يناسبك وكمان مع الدكتور مين. طيب يوسف الساعه 5 يوم 3 مع الدكتور احمد. طبعا الفلوز اللي انا بعملها او الورك فلوز اللي انا بعملها للكلاينتس ما بتبقاش بالسوق دوت، لكن انا بوريك الكونسبت يعني. انا في العادي بخليه يتكلم كهيومنايز، ما بخلوش يدش الاسئله مره واحده اللي هو قول لي اسمك ووقتك واللي يناسبك في مسج واحده، بخليها سموث كده علشان ما تحسش ان هو اي اي. دي اهم حاجه خطوه، احنا ما نخلوش يحس ان اي. لكن طبعا كل حاجه تقدر تعدلها في الانستراكشرز بتاعتك، تقدر تخليه يقول المسجز ازاي، تخليه يبعت ازاي، تخليه يتكلم ازاي، النبره بتاعته تكون ازاي، يبعت الريسبونس ازاي، وهكذا تقدر تعدل عليه. وده لازم تكون عندك سنس عارف فاهمني، عندك يكون برومبت انجينيرنج قوي عشان تعمل كده، تخليه يتصرف زي ما انت عايز. انت تتحكم في الاي اي في الاول في الاخر، انت بتتحكم في الاي اي. طيب هقول له المعلومات ديت، المفروض يوسف الساعه 5 مش عارف ايه، طبعا ما شغلتش الورك فلو، اشتغل دلوقتي اهوت بليز تشيك يور بارامتر. طيب هو عشان بعت الجيسون معاه فبيقول لك انه مش عارف. طيب انا اصلا مش عايزه يبعت يعني ريسبونس يقول لك تمام دي بيانات الحجز
الحجز بتاعتك خالص، انا عايزه يبعت ريسبونس بس. طب هاجي هنا اقول له when returning the JSON return the JSON without any extra string, just only the JSON. if you has any extra thing with the JSON the system will be break. طبعا قلت له انت بتبعت الجيسون ما تبعتش اي حاجه معاه، ولو بعت اي حاجه ثانيه مع الجيسون دوت السيستم بتاعنا هيبوظ، فما تبعتش. تعالى نبعت تاني، نعمل ابديت ليه، نعمل تيست ورك فلو تاني، نشوف الريسبونس. بعت فعلا الجيسون من غير اي حاجه تانية. طيب هنا بقى يجي دور الحته هنا، طبعا هنمسح دي كده وهنعمل حاجه اسمها سويتش، والسويتش ديت هتعرفنا اذا كان الريسبونس جيسون او تكست عادي، لان لو تكست عادي احنا عايزين نبعته للتليجرام عشان يبعت المسج لو بيرد عادي، لكن لو جيسون فالجيسون هنا معناها ان احنا هنعمل حاجه تانية غير التكست. طيب هناخد الاوتبوت وهنا نعمل array او object، احنا بعتنا object فاحنا عايزين نتاكد if it is really object او الاوبجكت دوت exist، فنعمل objects exist فعلا. انا بحب دايما ارينيم كل حاجه، فهقول مثلا finding objects وهكذا يعني. انا كان نسمي اي حاجه تانية بس المهم تسميه يعني بطريقه مفهومه. طيب بيقول لك wrong type convert type هنا اهو، فجالي انه فعلا objects. ماشي هو فعلا object، في نفس الوقت انا عايز اتاكد ان هو مش objects في نفس الوقت. طيب مش هستخدم الطريقه ديت خالص عشان هي مش انسب حاجه. انا هعمل كود هنا هخليه ياخد الريسبونس او الاوتبوت اللي جاي لي من الاي اي ايجنت. حلو، بعد ما ياخد الاوتبوت عايزه يرجع لي ترو او فولس، يقول لي اذا كان دوت اوبجكت او سترينج عادي. طبعا انا نفترض ان انا مش بعرف اعمل كودينج، مع اني على فكره بعرف اعمل كودينج جامد قوي ما يخرجش يعني. نفترض ان انا ما بعرفش، فانا هحكي للجيميناي اقول له علشان يقول لي احسن كود. طيب هقول له دلوقتي I'm developing NHN workflow with AI agent. Now I want you to write me a code to get the output from the AI agent and check if there is an object or normal string. The object can be or might be a string object, so convert the output to string. او مثلا هقول له so I want to know if the output is object or not, just return true if object, if not return no او false. طيب هكتب لنا دلوقتي اهوت، ناخد الكود دوت نبعته هنا. طيب هو ما كتبتوش كله صح لان NHN write the function in NHN. طيب اهوت كده ناخدها ونعملها paste. طب يا جدعان انا زهقت من جيميناي بس انت خليك معايا، انا هكتبها انا بنفسي. طيب انا هكتبها، انت بتعمل كده بس. هو دوت الكود بتاعنا. المهم هنرن ديت عشان نشوف اللي جاي ده اوبجكت ولا لا، وهنشوف طلع لنا ترو. الانبوت كان الاوتبوت بتاع الاي اي ايجنت، والاوتبوت بتاع الكود ان هو ترو از اوبجكت ترو. طيب هنعمل السويتش دوت عشان نعرف از اوبجكت دوت موجوده، فهتقول لنا از اوبجكت. لو موجوده يبقى اللي جاي من الاي اي ايجنت دوت جيسون ريسبونس، هنتصرف بيه بطريقه. ولو از اوبجكت ديت بفولس يبقى هو مش اوبجكت، فهنتصرف بيه بطريقه ثانيه. فاز اوبجكت دوت بوليان ترو او فولس، فاحنا عايزين نعرف بوليان دوت از لو هي از ترو. حلو، ومره لو الاوبجكت ديت از فولس، از اوبجكت از فولس بوليان از فولس. طيب عايز ارينيم 0 و 1 ديت عشان اكون عارف انا بتعامل بايه. طيب رينيم اوتبوت اخليها از اوبجكت، والثانيه ديت از نوت اوبجكت عشان اكون عارف اتجاههم يعني از نوت اوبجكت. طيب هنرون ديت عشان نشوف هتيجي في انهي ناحيه. جت في از اوبجكت اهي، از اوبجكت ديت خضراء فهو از اوبجكت. طيب الاز اوبجكت دوت هنبقى عايزين خلاص عرفنا ان هو اوبجكت، خلاص يبقى احنا هناخد الاوبجكت دوت عايزين نعمل بيه حاجه معينه الا وهو نحطه في جوجل شيت. طب تعالى اقول لكم ازاي نربط جوجل شيت عندنا. اول حاجه تدخل على جوجل كلاود كونسول او جوجل كونسول كلاود حاجه زي كده، ايه جوجل كلاود كونسول. هتدخل ده هيكون شكلها، مش فاكر ده هيكون شكلها اول مره ولا لا، بس انت لازم تعمل حاجه اسمها بروجكت. هنعمل بروجكت اسمه تيست، تقدر تعمل واحد زيه، وتروح على حاجه اسمها اي بي اي اند سيرفيسز. بعد كده تروح على لايبراري ديت. هتنزل في اللايبراري ديت هتلاقي حاجه اسمها جوجل شيت. طبعا تقدر تستخدم اي حاجه من دول، جوجل كالندر، جوجل درايف، جوجل جيميل. احنا هنستخدم جوجل شيت. طبعا في حاجات تانية كتير تقدر تستخدم جيميناي من هنا. طب في مانج، ومانج ديت اللي هتخليك تسيت اب جوجل شيت بالموضوع دوت. او تعالى اقول لكم انا هعمل اكونت تاني يعني انا هدخل بالجيميل بتاعي اللي انا ما استخدمتوش خالص يعتبر على جوجل كونسول دوت عشان اوريك كل حاجه من الاول خالص. طيب بص يا عم، هنا نفس عملنا نفس الستبس بس انا بالاكونت التاني. هنعمل هو هيجي لك هنا enable، انت اعمل enable. استنى شويه. طيب يقول لك to use this API you might need credentials. طب هو عنده حق، لازم نعمل credentials. اقول لكم ازاي هنربط دلوقتي جوجل شيت بجوجل شيت بتاعنا او فاهمني. طيب هنستخدم جوجل شيت. يقول لك what data will you be accessing، عايزين اليوزر داتا. next. طب هيقول لك app name نسميه اي حاجه، test support ايميل نستخدم نفس الايميل، اعمل save. طيب عايز الايميل بتاعي نعمل save. add or remove scopes. طب السكوبس
احنا عايزين نحط داتا في جوجل شيت بتاعنا، فغالبا هي مش هنا view Google API service see edit create delete the specific Google Drive. ممكن نحتاج جوجل درايف see edit create and delete all your Google Sheets spreadsheets. بس ده اللي احنا عايزينه، السكوب ده السكوب اللي احنا عايزينه. طيب هنعمل ابديت وكده معانا السكوب. save and continue. application type احنا ويب ابلكيشن، المفروض ده اسمه ويب ابلكيشن، هنسيبه زي ما هو، كل حاجه زي ما هي، وهنروح على الاوثورايزد ريدايركت يو ار اي. طب هناخد دي كده جنب الاوتوميشن وهندوس على هنا ونكتب جوجل شيت. احنا عايزين نعمل حاجه اسمها append row in sheet. طيب علشان تعرفوا ايه append row in sheet دوت، جوجل شيت حاجه شبه كده. هناخد دي كده، ده اعتبره جوجل شيت، مش شويه الحاجات دي، شويه الخطوط دوت جوجل شيت. حلو، هو دوت جوجل شيت. اول صف دول الحته ديت كده هي الكيز بتاعتك، اللي هو هنا دوت اسم الدكتور، هنا المواعيد، هنا مش عارف ايه ايا كان، رقم التليفون بالطول كده. دي اسمها كولوم، ودي اسمها كولوم، ودي اسمها كولوم، وهكذا. دي اسمها رو، ودي اسمها رو، ودي اسمها رو، اللي هو افقي وراسي، او راسي وافقي، افقي وراسي. راسي انا مش فاكر بالظبط بالعربي كانت عامله ازاي، بس اللي هو اللي بالطول ديت اللي هي الكولوم، واللي بالعرض ديت اسمها الرو. فاحنا عايزين ننسرت رو جديده. طب تعالوا الاول خالص في جوجل شيت اسجل جوجل شيت، بس مش بالاكونت دوت، انا عايز بالاكونت تاني. طيب انا هسجل بالاكونت التاني اهوت. هنعمل بلانك سبريد شيت من هنا اهو، ده كده، ده كده اللي اسمه كولوم، العرض ده، وده اسمه، لا ده كده اسمه كولوم، وده اسمه رو. طب اول رو احنا عايزين نخزن انهي داتا؟ عايزين نخزن الاول الحاجات اللي انا كتبتها في السيستم برومبت ديت، اللي هي احنا هناخد من البيشنت ايه، بيشنت نيم، وهناخد منه الدكتور اللي هو عايز يحجز معاه، وهناخد منه التايم والديت او الدي. طبعا دي لازم تكون ديت مش دي، بس يعني ما فرقتش كتير، احنا كده كده بنعمل ديمو يعني، بس هي نفس الكونسبت يعني. انت لو بتعمل ديفلوبمنت هتعرف تعمل ايه يعني. حلو، خلاص طالما انت فهمت دول يبقى انت عارف انت هتعمل ايه بعد كده. ده كده الشيت اللي انا عايز استخدمه، هسميه مثلا patients شيت. ماشي، ده كده اسمه سبريد شيت ده كله، واللي تحت دوت اسمه شيت. السبريد شيت ممكن يكون فيه كذا سبريد شيت، او قصدي السبريد شيت الكبير دوت ممكن يكون فيه كذا شيت. طب نرجع تاني للاي بي اي بتاعنا دوت كده، انا فين؟ نرجع تاني اهوت للمكان دوت، ونروح على نرجع تاني للانتن ونشوف احنا عايزين نعمل ايه. احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل append row in sheet. ماشي، نسيت، لازم نعمل بقى الكريدنشالز بتاعتنا. يلا نعمل credentials. هنخلينا زي ما احنا هنا اهوت، وهطلع عايز auth redirect URL. انت هتاخد اليو ار ال دوت وتعمل له paste هنا في ال authorized redirect URIs، تعمل paste وتعمل create، وهتاخد هنا الكريدنشالز بتاعته. طبعا دي الكريدنشالز، ودوت الكلاينت اي دي، وهو عايز الكلاينت اي دي فعلا. هنعمل اهوت، ولسه عايز هيعمل وهو لسه عايز حاجه اسمها كلاينت سيكريت. طب بعد ما نخلص غالبا credential كلاينت سيكريت هنا، عايز اشوف كده كلاينت سيكريت اهوت. طبعا انا همسح كل دوت، مش تاخدوش يعني، ما تتعبش نفسك. هنروح على كلاينت سيكريت اهوت ونبيست ونسيف، كل حاجه تمام. بس ناقص ان احنا نعمل ساين ان وذ جوجل عشان ياكد اكتر. اكسس بلوكد ذيس اب. طيب لازم ندي اكسس للاب دوت. طبعا دي كريدنشالز. ماشي، هنعمل publish للاب دوت، نعمل confirm. فكده اي حد يقدر your app requires verification when you have finished configuration your information please submit your app for review. طب لا ثواني، احنا هنرجع له تيستنج، مش لازم اعمل verification والحوار الطويل ده. هنيجي هنا للتست يوزرز، والتست يوزرز ممكن نخليهم نحط الايميل بتاعي وانا بساين ان علشان يعرف ان انا هتست يعني. هنعمل سيف وبس كده. المفروض لما اعمل ساين ان بقى، ما خلاص اعمل ساين ان. ساين ان you can't sign in because this app sent an invalid request you can try again later. طيب تعالى نرجع تاني للكريدنشالز، بس عشان انا بقالي ساعات بصور. انا بقالي كام ساعه؟ بقالي ساعه ونص، وفي تاني قبليها، فانا على التواصل مش شايف. طيب هنداونلود تاني او نعمل الكلاينت سيكريت تاني. هناخد الكلاينت سيكريت دوت كوبي، نعمله بيست هنا، وناخد الكلاينت اي دي تاني. يمكن انا كاتبه غلط او لصقته غلط. نعمل سيف ساين ان تاني برضه. يمكن مشكله في دوت، نعمل بيست ليها صح. سيف. ايه المشكله؟ مش اول مره يعني. طيب تعالى، تقريبا المشكله في اليو ار اي دوت. هنمسحه، نحط يو ار اي تاني. تمام. تمام، تدي اكسس لكل حاجه. تمام، واشتغل اهوت كونكشن سكسسفول. كده عملنا كونكت لجوجل كونسول كلاود بتاعنا، وطبعا اخترنا جوجل شيت. طيب جوجل شيت بقى انا سجلت باكونت تاني. طيب هروح احط برضو الاكسس لاكونتي التاني عشان انا مديله الاكونت بتاع دوت. فانا هحط يوزر تاني اللي هو الاكونت اللي انا عايز اسجل بيه في جوجل شيت، يوسف شريف.com. طيب هنعمل كده، نعمل سيف. اعتقد دوت اصلا انا يعني الجيميل كبير جدا لدرجه ان انا نسيه او مش عارف بيتكتب ازاي. تعالى نمسحه ونكتبه تاني احتياطي يعني. سيف، نروح على هناك، نعمل ايديت للكريدنشال ديت واسجل بالاكونت التاني. يلا انجز بقى، ناخد دي له اكسس لكل حاجه. كونكشن سكسسفول تاني.
طيب بس اهوت هنروح بقى نشوف الدوكيمنت بتاعنا برضو. بس اقول لكم ان انتوا لازم تعملوا انيبل لجوجل درايف معاه، الاثنين بيشتغلوا مع بعض لازم. فنروح للاي بي ايز تاني وجوجل درايف. فين جوجل درايف؟ ايه ده؟ في هنا جوجل اي بي اي لايبراري، نروح لجوجل درايف ونعمل له انيبل من هنا. واعتقد انا حطيت في السكوب في البرميشنز بتاعتي ان انا استخدم جوجل درايف، فاعتقد ان هو هيشتغل على طول. البيشنت شيت، وهو دوت الجوجل شيت اللي احنا عملناه اللي هو بيشنت شيت دوت. هندوس عليه وهنا هنلاقي شيت 1. استنى اهي شيت 1. والشيت 1 دوت اللي انا قلت لكم عليها اللي هو هنا جوه شيت 1، وديت عامه السبريد شيت كلها، ودوت الشيت بس. حلو، فاحنا نستخدم الشيت 1 اللي احنا عايزين ننسرت فيها الديت. طيب طبعا عندك ماب ايتش كولوم مانولي، يعني هو جايب لك كل الكولومز بتاعتك اللي هي بيشنت نيم ودكتور وتايم وداي، وممكن انت تسيبه ماب اوتوماتيكلي على حسب الجيسون اللي هيجيلك. هو هيبعت او يحط الداتا مانولي على حسب كل كولوم، على كل كي هل يطابق اسم الكولوم ولا لا. طبعا انا ما بحبش كده، يعتبر انا بحب احطها انا مانولي. طيب هنتست دلوقتي التاني، هعمل تيست فلو. هو راح فين؟ تليجرام. ناخد الحاجات ديت كده رد عليه السبريد شيت. في مشكله طبعا لان احنا ما عملناش انسرت الحاجه. هنروح هنا، انت هنا بالسويتش من كل حاجه، عندك الاي اي ايجنت، عندك تليجرام، عندك الكود، عندك ايا كان. احنا عايزين الاي اي ايجنت. احنا مش عايزين الاي اي ايجنت، احنا عايزين تاني حاجه لازم نعمل كود ياخد السترنج اللي جاي من الاي اي ايجنت دوت اللي هو الاوبجكت، عايزين نحوله لريل اوبجكت. طيب هنروح برضه الجيميناي تاني نقول له write me a code and init in code to get a string object and return a real object. طب هناخد ده كده نعمل له paste، ناخد الفانكشن او النود اسمها كود ونبيست فيها الكود دوت ونعمل تيست. زي الفل اشتغلت ولا ايه؟ لا، احنا عايزين ناخد بتاع ال AI agent items output هنا كده، عايزين ناخد ده ونحوله ل هقول له I'm getting this as I want to make it real. حلو، هنروح هنا على ال AI agent وناخد بتاعه ونحطه في كود دوت، نعمل تيست. هنلاقيه عمل return للاوبجكت دوت، خلاه real object لان دوت مش اوبجكت حقيقي، ده string يعتبر، فدوت real object اللي احنا هناخده. عملنا run ليها واشتغلت زي الفل. هندخل على جوجل شيت وهنلاقي ان دوت الانبوت اللي جاي لنا او الاوتبوت اللي جاي لنا من كود 1 اللي هي كود 1 ديت. طيب هنروح ناخدها في البيشنت نيم اهوت، والدكتور اهوت، والتايم اهوت، والداي برضو تحت اهو. وبس كده يعتبر نكون خلصنا. اول ما نعمل تيست ستيب هنلاقيها عملت ترو هنا، تشتغل اهيت وزي الفل. وهنربط اللي هو از نوت اوبجكت هنا وهيرجع نفس الحاجه عادي. طيب هنروح على جوجل شيت وهنلاقيه عمل لها سيف للحاجات ديت. طب تعالى نتاكد ان الفلو كله شغال، الفلو دوت كله شغال. هنعمل تيست فلو تاني، ندخل على التليجرام نقول له ازيك، هنتكلم عادي الاول كاننا ايه فلو يعني حد بيتكلم عادي بقى، انا مش عايز احجز كده. هنشوفه بيتحرك وهيحصل اكيد مشكله هنا انا عارف، لان احنا غيرنا الاوتبوت الجيسون دوت اوتبوت دوت، احنا هناخده من الاي اي ايجنت دوت، ده الاوتبوت بتاعنا كده. فيه ايه كل ده؟ صح كل ده بس كده. اهلا بيك، عامل ايه؟ في حاجه ممكن اساعدك فيها؟ اقول له ممكن اعرف مواعيد العمل. اشتغل اهوت. يقول لك طبعا احنا فاتحين من 9 ل 7، الكلام اللي احنا عارفينه ده. طيب هقول له عايز احجز لو سمحت مع دكتور احمد. كل حاجه شغاله اهوت. يقول تمام، قول لي يوم ووقت مناسب ليك عشان احجز مع الدكتور احمد. يوم السبت الساعه 3 اهوت. تمام ماشي. هل تقصد الساعه 3 العصر في يوم السبت فقط؟ عاوز اتاكد بالظبط. اقول له الورك فلو بيشتغل بيشتغل في السبريد شيت المره دي علشان الاي اي عمل ريتيرن لجيسون، ما عملش ريتيرن للتكست عادي. هنروح اهو السبت يوم الثلاث احمد وغير محدد اللي هو البيشن نيم. طبعا انت لازم ممكن تقول له لو انت عايز البيشن نيم لازم تاخد منه اسمه. طبعا ما كانش هيعدي الكونفرسيشن غير لما يقول لي طب عايز اعرف اسمك مع الباقيين. لازم تقول له مثلا اسم الدكتور مش مهم، قول له ان الدكتور مش مهم، اللي هو ما قالش انا عايز احجز مع الدكتور مين، فبالتالي هيخليه غير محدد او يسيبها فاضيه. المهم في جوه انت اللعبه كلها جوه الانستراكشرز ديت، كل ما تدي له انستراكشرز كل ما هيتصرف زي ما انت عايز، وكل ما انت تخليه يتصرف في اي فيزز او اي سيتويشنز هو فيها زي ما هو عايز. وطبعا هو سجل الشيتس، سجل المعلومات جوه جوجل شيتس وما ردش عليا هنا طبعا. عشان ممكن يعني الموضوع بسيط، بعد النود ديت هتعمل تاني تليجرام وتعمل اللي هي send message and wait for response. send message عملت send text message زي ما احنا عملناها هنا اهي. هتاخد نفس دي تحطها هنا وتبعت مسج تقول له انا خلاص حجزت لك والكلام ده. طبعا في حاجات كتير جدا نقدر نبنيها، تقدر تخليه يبعت فويس، تستخدم 11 لابس اي بي اي، ودوت اللي هعمله في الحلقات اللي جايه. هنعمل اي بي اي يرد بالفويس مسج، ان هو ياخد التكست مني من التليجرام ويقوم باعتها ليا كفويس مسج على التليجرام برضو او على واتساب. عامه انت فهمت الكونسبت، عرفت ازاي تربط الاي بي اي بتاعك في بلاتفورم زي تليجرام، ازاي عرفت ازاي تاخد جوجل شيت وتربطه عندك في السوفت وير بتاعك او الورك فلو بتاعك. نفس
الكلام ده تقدر تربطه باي ابلكيشن في الدنيا. تقدر تستخدمه في 11 لابس زي ما قلت لك، تقدر تستخدمه في ايرتيبل زي ما انت عارف، ايرتيبل برضو سي ار ام بلاتفورم. تقدر تستخدمه في اودو، تقدر تستخدمه في اي حاجه تانية. نفس الموضوع ده ونفس الكونسيبت ده تقدر تستخدمه في اي حاجه. المهم ان انا كانت مهمتي هنا ان انا افهمك الكونسيبت، ازاي تستخدم الورك فلوز، ازاي تستخدم النودز، ازاي تربطهم ببعض، ازاي تعمل كذا. دخلتك في تفاصيل ادفانسد حتى. والفيديو ده هيكون محشي جدا لدرجه ان انا عارف ان انت ممكن ما تستوعبش حاجات كتير، فعشان كده لازم تتفرج عليه واحد مره واثنين وثلاثه وتطبق. اهم حاجه، اهم حاجه انك تطبق كل حاجه انا عملتها معايا لازم. فبس مهمه الفيديو خلصت. نشوف باقي الاجنده. احنا بنينا بروجكتس وقلت لك ازاي كل حاجه بتشتغل. شوف باقي الاجنده بس عشان اتاكد. باقي الحاجات ديت كلام، وبعد كده هحكي بالتفاصيل في فيديوهات تانية لو انتوا عايزين. طيب كده احنا بنينا بروجكتس وعرفت الدنيا بتشتغل ازاي. تعال نشوف تاني حاجه الا وهي what is the projects you can build now and sell او and how to price it. طيب الموضوع ده حلو جدا وشيق وانا بحب، لان مفيش حاجه اسمها ابن البروجكت ده وهتبيعه. انت لازم تكون بتفهم في مجال معين. افترض مثلا العيادات، انت اصلا شخص والدك شغال في عياده، او هو صاحب عياده، او شغال في مستشفى او ايا كان، فانت عارف التفاصيل بتاعته. يعني مثلا هحكي الموضوع على شخصي. انا عندي واحد صاحبي شغال في الريل استيت، ودوت صاحبي مثلا اللي هو اكتر حد صاحبي جدا جدا جدا. فدوت صاحبي جدا اللي احنا تقريبا بنقعد كل يوم مع بعض، فعليا كل يوم بجد مش هزار. فانا كل يوم مع الشخص دوت، وهو شغال سيلز مانجر في الريل استيت مثلا. فهو هيجي بيحكي لي تفاصيل يومه، تفاصيل الورك فلو اللي هو بيعمله مانولي في الشركه بتاعته. المدير او المديره او التيم ليدر بيعملوا ايه، التفاصيل بتاعتهم، الموظفين ايه المشاكل اللي بتواجههم. فانا بقيت حرفيا جوه الشركه عنده، فعرفت المشاكل اللي بتحصل. فبالتالي اقدر اكم اب وذ نيو ايديا، اقدر اطلع بحل لو انت طرحته عليهم، فهم حرفيا هيبوسوا رجلك علشان ياخدوا السولوشن ده. وده فعلا اللي بيحصل. انت بتشوف في مجال انت حاسس ان هو تمام، هو ده اللي انا حاسه، فتدخل فتعرف ايه مشاكله، او لو انت حتى بتحبه فتعرف ايه المشاكل اللي هم بيواجهوها، وتقدر ايه الفاليو تقدر تضيفها ليهم، وساعتها تقدر تكم اب او تطلع بفكره قويه جدا فعلا تحل مشكله. اهم حاجه انك تحل مشكله او تحسن وضع رخم جدا بالنسبه له. طب ازاي تسعر الحاجه دي؟ عشان تسعر الحاجه بتاعتك، فعن نفسي بيبقى في عوامل كتير جدا بتاثر على السعر بتاعي. بس عامه ما تخليش ايا كان الحال من الاحوال، ما تخليش سعرك قليل. سعرك دوت it reflects you، بيعكسك انت. فهل انت رخيص؟ مش فكر فيها. فانت لو شايف انت رخيص وشغلك رخيص فماشي براحتك، لكن الحقيقه انت بتعمل حاجه مش اي حد بيعملها. دي الفكره اللي لازم تعرفها. انت بتعمل حاجه مش اي حد بيعملها، والناس دي عايزاك انت، مش انت اللي عايزها. ودي اهم فكره، الناس هي اللي عايزاك. فانت تشوف انت ضفت فاليو. ده مش معناه طبعا انك تبقى جشع يعني، بمعنى صح، بس انت شوف الفاليو اللي انت ضفتها حسنت لهم الوضع ازاي، كانوا بيخسروا ايه ووفرت لهم ايه. يعني مثلا لو انت بتعمل اي ايجنت عشان يرد على العملاء بالطريقه اللي احنا بنعملها ديت، فانت شوف العياده ديت تستقبل كام حد. حلو، تستقبل مثلا 100 مكالمه او شات في اليوم. دلوقتي البنت اللي قاعده في الريسبشنست او الشخص اللي قاعد في الريسبشنست دوت مش هيعرف يرد على 100 كلهم، وفي نفس الوقت يشوف البيشنت كيرز بتاعهم وينادي على الناس اللي وراها مش عارف ايه وهكذا. مش هيبقى فاضي يعمل كل ده مع بعض. فبديهي سقط مثلا 5-10 ما يردش عليهم، او يرد عليهم متاخر جدا بارد. وفي نفس الوقت العيادات دي بتاخد اجازات يوم الجمعه مثلا. في نفس الوقت الناس اللي شغاله ديت ليها مواعيد بتخلص فيه، مثلا الساعه 8 الساعه 7 الساعه 6 ما اعرفش، بيخلصوا في وقت معين، وبعد كده محدش يقدر يرد عليهم. شوف الوقت اللي هم بيضيعوه. مثلا الناس اللي بتسال اسئله بعد الساعه 12 عشان عايزه تحجز بكره، بس هي في ناس بتكلم الساعه 12، هتسيبهم؟ مش هتسيبهم. طب الناس اللي وقعت منك 5 في اليوم على الاقل خالص، وقعوا منك ما ردتش عليهم 5 رد تمام ما ردتش عليهم. عندك ايام الاجازات ناس بتبقى عايزه تسال استفسارات، وطبعا في ناس ما بتردش عليها يوم الجمعه لان يوم الجمعه اجازه. وده بتحصل كتير جدا، ولا حد شاف في فيديوهات الانستجرام بتاعتي فيعرف لما انا كنت بعمل كولز على عيادات محدش كان بيرد يوم الجمعه، وانا كنت اصلا اخليهم ما يردوش يوم الجمعه عشان ارد عليهم الفكره يعني بتاعت الاي اي كول ايجنت اللي هو يستقبل المكالمات، عشان اقول لهم انا كلمتكم يوم الجمعه محدش رد، فيقولوا ايوه الجمعه، فبعد كده ابيتش الفكره واقول لهم الفكره يعني. فالمهم انت سقطت 5 ما كلمتهمش النهارده. 5 في 30 اللي هو 30 يوم اللي انت شغالهم. قول يا عم شيل 4 من ال 30 يوم دول اللي هم الاجازات بتاعت الجمعه، 26 يوم. اضرب 26 في 5، 130 عميل ضاعوا منك. طب 130 عميل دول انت الاستشاره بتاعتك افريج 500 جنيه، نقول يا عم 300. عندك دلوقتي 39000 شخص 39000 جنيه انت ما ردتش عليهم. ده غير طبعا يوم الاجازات الناس اللي بتتكلم بعد الساعه 12 وهكذا. 39000 جنيه ده اقل واجب انت العياده بتاعتك تاخد 300 جنيه. طيب لما انا اقول لك انا هوفر لك 50000 جنيه للعياده بتاعت ده البيتش بتاعي، انا هوفر لك 50000 جنيه للعياده بتاعت كل شهر او اكتر. طبعا انت هتعملها ازاي؟ 50000 جنيه هتوفرهم ليا، انا بخسر 50000 جنيه. فلما يسمع منك وتحكي له القصه ديت يقتنع فعلا. في ناس مش هترد عليها، في ناس مش تيجي، في ناس مش عارف ايه. فانت لو عملت له برده السيستم يعمل نوتيفيكيشن ليهم، فعلا في ناس بتحجز وما بتجيش فمش عارف ايه. حل
تحل له مشكله بتساوي 50000 جنيه، لما تحل له مشكله بتساوي 50000 جنيه، لما تقول له انا هاخد منهم 30 او هاخدهم كلهم، هاخد 50 اول شهر واسيب لك الفلو شغال مدى الحياه، هاخد منك 50000 بس، وناخد مثلا 5000 جنيه او 10000 جنيه كل شهر كريتينر، ان انا لو في ابديتس او كده او حاجات جديده بضيفها لك. نوعين عامه سهل جدا انك تقنعه، بس تقول هاخد منك 30000 جنيه سيت اب حلو و10000 جنيه كل شهر او 5000 جنيه كل شهر، وفي نفس الوقت انا بدي لك كل شهر 20000 جنيه زياده او 30000 جنيه زياده انت كنت تخسرهم او اكتر كمان. طبعا محدش هيقول لا للكالكوليشن او الحسبه اللي احنا عملناها دي. موضوع سهل جدا، سهل بغباء، بس محتاج يعني هو سهل جدا بالكلام، بس اصعب حاجه فيه مش انك تبيلد حاجه زي كده، انك تكون كونسيستنت. دي اصعب حاجه، انك تفضل كل يوم تصحى وتدور وتكلم وتبيتش وتعرض الفكره وتكلم ناس كتير وتقفل ناس كتير، وناس كتير ترفض الفكره بتاعتك، وناس كتير تقول لك لا مش مهتم وبتاع، وتحس ان الفكره بتاعتك وحشه جدا لدرجه ان انت تكتئب او مش تكتئب يعني بس انك تحس ان الفكره وحشه، بس هي في الحقيقه هي حلوه جدا، لكن انت ما وصلتش للشخص المناسب. وصدقني مش اي حد تشتغل معاه. لو حد يقول لك لا والله انا شايف 10000 جنيه بس، هي 10000 جنيه بس للسيت اب وكمان مش ريتينر، مش هديك حاجات كل شهر، فده مش كواليفايد اصلا. مش عشان انت عايز اول عميل بسرعه يبقى اي حاجه يبقى كله اي زي الفل، لازم تستنى انسب حد، بس تكون كونسيستنت برضه، تكون مستمر على اللي انت بتعمله كل يوم. مش عشان انت عايز اول عميل فخلاص 10000 ماشي كده كده الورك فلو بسيط، مش يعني عادي ما عملتش فيه حاجه او ما تعبتش فيه قوي. لا، انت بتكواليفاي يور ليد، الناس دي هي اللي عايزاك مش انت اللي عايزها، فانت ما ترضاش باي حاجه هم يقولوها، خليهم هم اللي يرضوا بسعرك انت. تقريبا دي اهم حاجه انا قلتها في الفيديو كله، بي كونسيستنت، دي اهم حاجه. طيب خلصنا تاني حاجه في الاجنده، تعال نشوف الباقي. how to reach to new clients، ازاي توصل اصلا لكلاينتس جداد. عشان توصل لكلاينتس جداد ودي من اسهل الحاجات اصلا. زي ما قلت لك انت اصلا لو في مجال معين في الريل استيت وبتاع، عندك علاقات في الريل استيت، فهتكلم صاحبك دوت تروح للشركه وتقعد معاهم وتعرض عليهم الفكره ايا كان الحال من الاحوال. فالموضوع بسيط جدا. ابوه عنده عياده مثلا، في ناس صحابي كتير قوي كده ابوه كان صاحب عياده، فتمام جات له الفكره وعملها واعرفهم. فواحد صاحبي تاني، هي دايما بتبقى بالعلاقات، ولو مش عايزها بالعلاقات فانت مهمتك ان انت تعرف ناس كتير جدا انت بتعمل ايه. يعني انت دلوقتي AI automation expert، ممكن تقول لي كم واحد يعرفك، كم حد يعرف انت بتعمل ايه؟ هل مثلا اخواتك، صحابك، اهلك، كم حد عارف السكيلز اللي عندك ديت؟ عارف ممكن يكون دايره معارفك بس، لكن لما تعرف ناس اكتر انت بتعمل ايه فانت هترسخ في ذهنهم انا عارف هو بيعمل ايه. يعني مثلا قبل كده كتب كومنت على الفيسبوك بدي فيه نصيحه عامه لشخص كتب بوست عايز نصيحه عامه في مجال السوفت وير اللي هو بتاعي، اديت له نصيحه عامه وكتبت له رقم موبايل اللي عايز يكلمني. لحد دلوقتي الناس بتشوف الكومنت وبتكلمني وعرفت ان انا بعمل كذا وبتستشيرني او بتقول لي ان انا عايز اعرف ازاي اعمل كذا او ممكن تساعدني اعمل كذا وعايزك تبني لي البلاتفورم ديت والكلام دوت، لان انا عرفت ناس انا بعمل ايه في الكومنتس، فالناس عرفت انا بعمل ايه، وبقى اصلا عندي فولورز على الصفحه بتاعتي، البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتي بسببهم. الناس عرفت انا بعمل، فعملت لي فولو، فبقيت عارفاني، بقيت وجه مش غريب بالنسبه لهم. تعمل بوست. يعني انا قبل كده اتعرفت على حد في جروب على فيسبوك وعارف انا بعمل ايه، وقعدنا نتناقش في الشغل بتاعه وعادي صحاب بس اتعرفنا، لكن هو عارف انا بعمل ايه وانا عرفت هو مين وساكن فين، وقعدنا نتكلم فوق الساعتين. بعديها بالشهر الراجل ده كلمني وقال لي انا في واحد صاحبي عايز يعمل 1 2 3، وقلت انت هتفيدنا، انت اكتر حد هتعرف تفيدنا في الموضوع ده. في نفس اليوم بدانا نشتغل واخدت ديبوزيت. ليه؟ لان الراجل ده عارفك، انت بنيت تراست بينك وبينه، فخلاص هو مرتاح لك اصلا، هو عارفك، هو ممكن يكون شاف بوستس ويعرف في شركات برمجه وبتاع، لكن احنا بشر في الاول وفي الاخر. الراجل ده عايز يحس انا عارفك، انا كلمتك ساعتين، احنا قعدنا نتكلم كتير، انت شخص بتفهم، احنا اتعرفنا على بعض يعتبر، وعرفت ان انت ممكن تساعدني. فلما واحد صاحبه حب يعمل مشروع فجالنا عشان هو يعرفنا، انا عملت تراست بينه وبيني. وشوف بعديها بشهر، وفي ناس لحد دلوقتي صدقني بعد 7 شهور شغل لسه بيكلموني وعايزين شغل. ف this is how it works. وموضوع كبير جدا، لكن انا حاولت اصفر لك كل حاجه في ال10 دقايق الشرح دول. في فيديوهات تانية كتير. انت لو عندك اي سؤال او عايز تعرف اي حاجه او في اي حاجه تانية جت في دماغك اكتب في الكومنتس تحت وانا هرد عليها في فيديو تاني. وبس، السلام عليكم.